أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة العراقية السريانية إلى الاستوديو التحليلي الخاص مباريات الجولة الثانية. نعود إليكم مجددا مع مباراة القرمة والشرطة في اليوم الثاني من الجولة الثانية. بالتأكيد أيضا نرحب مجددا بضيوفنا هنا محلل قنوات العراقية الرياضية الكابتن سعد عبد الحميد، تحياتي والكابتن علي وهيب. أهلا وسهلا بكم معنا. ويعني كنا معكم قبل ساعة نتكلم عن مباراة التي سبقت هذه المباراة، تحدثنا عن الموصل وديالى في هذه الجولة، وبالتأكيد اليوم سنتحدث أكثر حول القمة التي ستجمع القرمة مع الشرطة. الكثير من الأمور التي يتحدث عنها بالتأكيد في هذه المباراة، وأبرزها ربما مؤمن سليمان الذي سيواجه اليوم فريقه السابق فريق الشرطة، وهو في هذا الموسم سيكون مع القرمة مدربا للفريق. طبعا إذا ما تكلمنا عن المدرب في الموسم الماضي مع الشرطة، قاد الفريق في 31 لقاء، فاز 19 مباراة، وهي ثاني أكثر فريق تحقيقا لهذا، خسر في 5 مباريات، تعادل في 7 وسجل 61 هدفا، وهو الأقوى هجوميا، استقبل 29 هدفا في جميع مبارياته. احتل الفريق الوصافة في دوري نجوم العراق الموسم الماضي بفارق 7 نقاط عن المتصدر. طبعا بالتأكيد السؤال الأكبر في هذا الاستوديو سيكون مؤمن سليمان اليوم سيواجه فريقه السابق الشرطة، إلى أي مدى لديه معرفة بأسلوب وخفايا فريق الشرطة، وهل سيستفاد منه اليوم في هذه المباراة المهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد اليوم مباراة مهمة للفريقين، فريقين قادمين من تعادل، يعني القرمة مع الموصل والشرطة مع كربلاء، مع ذلك كان نقص ب10 لاعبين نادي كربلاء. اليوم يعني نتكلم على مؤمن، أكيد يمكن المواسم السابقة يعني مع الشرطة التتويج في بطولات يعني عدة، يعرف يعني من المفترض انه يعرف كل خبايا نادي الشرطه، لاعبين يلعبون، رغم انه التغيير بعض اللاعبين اعتقد اليوم راح يدخل يعني المدرسه، اعتقد المدرستين قد تكون مشابهه الى البعض بكثير من الامور. المدرسه الافريقيه سامي الطرابلسي اضافه الى مؤمن سليمان، يعني مدرسه اعتقد واحده، المدرسه الافريقيه. اكيد اليوم مباراه يجب ان يكون هناك يعني مستوى بها واداء جيد. القرمة اليوم بهذه اللاعبين بهذا العدد التعاقدات على مستوى جيد. اكيد الاداره تفكر والجمهور يفكر انه اليوم احنا على ابواب المنافسه مع باقي الفرق اللي يعني استقطبت لاعبين على مستوى جيد. يعني اليوم يجب ان يكون هناك نتيجه ايجابيه، راح تقابل فريقك السابق، مو بالعناصر السابقة اللي كانت معك طبعا في المواسم السابقة اللي حصلت بها على بطولات. يعني 4 سنوات الدوري، يعني سنة بعد سنة. اليوم الشرطة أيضا في تغيير كثير من اللاعبين فعلا. نتكلم على فادي اليوسف، المواس، عبد الرزاق، أحمد باسل، خروجهم من نادي الشرطة. اليوم أنا وجهة نظر شخصية، يمكن كابتن علي أيد هذا الموضوع. الشرطة عكس السنوات الماضية. يعني إذا نسوي اليوم مقارنة، اليوم الشرطة يبقى الاسم نعم تاريخ والعلاقة والاسم موجود. الشرطة القرمة الموسم الثاني في هذا دور نجوم العراق. اليوم يعني الشرطة رغم أنه التعاقدات يعني ما كانت على المستوى المطلوب بشكل كبير جدا. يعني اتكلم عن لاعبين يعني بسام شاكر موجود، اضافه الى ميثم جبار قادم من الزوراء، جهل قادم من الزوراء، احمد يحيى موجود، حسين علي كان موجود، باركو قادم من اربيل، كوكو من الغراف، عبد الله باسم من القاسم، اضافه الى احمد زيرو ايضا كان متواجد معهم الموسم الماضي. طيب يعني تغييرات كثيره جدا. وقبل هالمباراه تكلمنا المباراه السابقه كابتن علي تكلم نقطه مهمه على ديالى، الانسجام والوقت مهم جدا بالنسبه للمدربين. اليوم مدرب جديد مع كميه من اللاعبين جدد، يعني بعض الاحيان يسبب لك مشاكل طبعا. بس الطرف المقابل القرمة الموسم الثاني مؤمن اكيد في وضع افضل، وضع جيد مع هكذا نوعين من اللاعبين.
يعني في وضع احسن. طيب خلينا نتكلم عن الموسم السابق مع القرمة، مشاركة مؤمن سليمان في تدريب الفريق ل6 مباريات في نهاية الموسم الماضي. طبعا تمكن من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر في أي مباراة، وسجل 9 أهداف واستقبل 2 فقط. مع الشرطة مؤمن سليمان كان الأقوى هجوميا، لكن مع القرمة ربما هو أكثر توازنا دفاعيا. ماذا نستنتج من هذا الأمر؟ لا، هي ما تقاس بهذا الشكل. أنت مؤمن سليمان مع الشرطة بسنوات طويلة، نعم. بتشكيل مميز، بأموال، بحالة من الاستقرار، يعني اشترك بكثير من البطولات المميزة. بالتأكيد لديه الدراية الكبيرة والواسعة لما يحصل لفريقه. ممكن كانت بدايته كلها متلكئة، لكن هو بعد المرحلة الثانية يشوف الشرطة بشكل آخر، بشكل مميز، يستطيع أن يحقق نتائج إيجابية وحقق لقب الدوري للسنوات الماضية. لذلك أرى أنه الآن هو يختلف بفريق جديد، فريق لديه طموحات، إدارة لديها طموح بتحقيق شيء مميز لهذه المنطقة بأموال حقيقة مباحة، لديه قدرة على جلب اللاعبين بشكل كبير جدا، لديه لاعبين مميزين. الآن هو بإضافات جديدة طبعا، مع الإبقاء على عناصر المميزة في الموسم الماضي. لذلك المفترض اليوم على الكابتن مؤمن سليمان أنه يكون فريقه بجهوزية مميزة. فعلا المباراة الأولى مع الموصل هو من حقق التعادل، وكان حقيقة مستوى الفريق لا يبشر بخير كونها مباراة أولى، وهذه المباراة الأولى المفترض أن تتحضر لها لمدة شهرين، إعداد بدني، إعداد عام، مباريات كلها من أجل أن تحقق نتيجة إيجابية في مباراتك الأولى. صحيح. تيجي في مباراتك الأولى مع فريق هو لا حقيقة يقارن بإمكانياتك المالية ولا بإمكانياتك البدنية، تجي تحقق التعادل أنت ويا مو هو. لذلك اليوم الشرطة كتاب مفتوح عندك، على الرغم من تغييرات كثيرة. اليوم 5 لاعبين جدد في تشكيلة نادي الشرطة، من جلال إلى رأس الحربة، لكن هو الشرطة يبقى طريقة لعبه واضحة. أحمد يحيى واضح عندك، زيرو عندك واضح، كل اللاعبين المتواجدين. شلون راح ينتج بسام بالحالة المهارية، شلون راح يعمل الخط الأمامي حسين علي وغيره. لذلك الدراية واضحة جدا. أنت كفريق الآن والمباراة على ملعبك باستطاعتك أنه تحقق نتيجة إيجابية، تستغل ما يمر به فريق نادي الشرطة من تلكؤ. طبعا الشرطة خلال المواسم الثلاث الأخيرة هو يبدأ بداية سيئة للأسف الشديد، طبعا بعدين عجلته تدور بشكل مميز، يتلافى كل أخطائه. لكن في هذا الموسم مثل ما تكلم كابتن سعد أنه ممكن تكون هناك الرغبة قلت لإدارة الشرطة. حقق لقب دوري 3 أو 4 مواسم، كأس، صحيح، بطولات، كأس سوبر، رغم كان يحاول الموسم الماضي. نعم، حتى يعني الموسم الماضي طبعا الموسم الماضي يعني القوة الجوية حقق اللقب، هو مو مرشح. يعني شفت اللقب باللحظات الأخيرة، بالأنفاس الأخيرة، لكن الروح اللي كان يمتلكها فريق القوة الجوية، روح العائلة، الفريق، كل هذه الأمور هي كان سبب رئيسي بتحقيق القوة الجوية للقبه. لكن أنت تتكلم عن الفريق بمميزات، هذه الإمكانيات اللي متواجدة عند نادي الشرطة بإصاباته، بمن لم يلتحق بالفريق، حتى ولو التحق ممكن يكون منافس. لكن كبطل يعني أنا ما أعدوه مثلا عن غيره، لكن هو باستطاعته أنه يكون منافس حقيقي. لكن الرغبة يمكن قلت لدى إدارة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية، ويبقى يسموه الميركاتو الشتوي هو الفيصل لتحقيق أو لجلب لاعبين مميزين. لكن بالمجمل أشوف اليوم مباراة قمة، المفترض تكون مباراة قمة طبعا بين فريقين يمتلكون مقومات، مميزات، كل هذه الأمور. نريد نخرج بالمحصلة النهائية بأداء جميل مشرف. أكيد طبعا. احنا أيضا لا ننسى موضوع الخليجي القادم للمنتخبات الوطنية. دائما فريق القرمة وفريق الشرطة يرفدون المنتخبات الوطنية باللاعبين الذين يشاركون تحت اسم وراية العراق بالتأكيد يعني. وهذه الجولات الأولى ستكون ربما أيضا تحدي للاعبين لإثبات أنفسهم بأنهم متواجدون في المنتخب. يعني أكيد شوفي الدوري، يعني يدري كابتن علي في السابق أنت كلاعب تلعب بالانديه، جميع الانديه، جميع اللاعبين. شنو يعني طموحك؟ طموحنا كان المنتخب الوطني اكيد تقدم المستوى المطلوب، رغم في السابق كانت وفره كبيره من اللاعبين. يعني في الوسط تلقين فد
يعني قد يكون رقم مبالغ به 15 لا 20 لاعب وكلهم متميزين، بس تبقى بعض الاحيان اختيارات المدرب يختار عن نوعيه اللاعبين اللي يطبقون افكاره واللي يقدموا له المستوى المطلوب. رغم انه العدد كبير جدا في الهجوم، كان عدد كبير من اللاعبين في الدفاع، لكن الان اي لاعب يبرز بشكل لافت الانظار راح يكون تحت انظار المدرب المنتخب الوطني. اي لاعب مهما كان عمره صغير، يعني خاصه اعمار ال20 وال20 22 سنه. في السابق كانت الاعمار كلها 19 و20 سنه و21 شاذ المنتخب الوطني يلعب، يعني هو ب 21 سنه 22 سنه عنده 30 او اكثر مباراه دوليه. أكيد. الان الشاذ يروح المنتخب عمره بال 24 25 سنه، واصل ل 30 سنه عنده كذا مباراه. فهي فرصه لكم اللاعبين الكل، يعني الانديه اللاعبين المحليين، فرصه لكم تقدم مستوى مطلوب. الواجبات، المحافظه على نفسك، التدريبات الجيده، اكيد هاي كلها راح تعطيك الادفانتج لك تكون افضل في الملعب، تحافظ على نفسك. انت يراد لك احنا اللاعبين يعني مع الاسف بعض الاحيان اللاعب يحتاج الى قوه. اليوم كره القدم اصبحت بدنيه، صراع بدني مع اللاعب المنافس، القوه، الافتكاك، السبرنتات، 90 دقيقه ايضا تلعب 90 دقيقه. فيراد لك جهد قوي، التدريب الجيد، المحافظه، النوم المبكر، تصحى مبكر، الوجبات تاكلها بشكل جيد. هاي كلها راح وين تجيك عندك مباراه راح تكون متفوق على زملائك بالفريق وعلى الفريق المنافس. يعني نتمنى كل اللاعبين، يعني اليوم نشاهد مثل اللاعبين اليوم نتكلم على امور فيصل، لاعب شاب ايضا طموح اليوم مع المنتخب الاولمبي، طموح اللي يكون مع المنتخب الوطني، اضافه الى ماكنزي. رغم ان الموسم الماضي كانت هناك انتقادات على اللاعب بانه لم يقدم ربما المستوى الذي قدمه مع الكهرباء على سبيل المثال، يعني في المواسم السابقه. يعني انا راح اتكلم خلينا نكون اكثر صراحه. نعم. احنا اليوم اللاعب المحلي هو من يتحمل مسؤوليه. نعم. شلون؟ انت قاعد تتدرب تجي ساعتين، وهاي حتى يمكن يتحمل جزء، لان النادي يتحمل الجزء الاكبر، لان النادي ما عنده مجمع انه يقدر يجيب لاعب الصبح يدخل النادي ب8 ولا الموظف. اليوم اصبحت العقود ملايين. اكيد طبعا. فانت تجي الصبح للنادي تتدرب، وعندك غرفه بالنادي مالته خاصه، تنام وتقعد وتتغذى، تكون في وضع افضل. أكيد. احنا اليوم الانديه ما عندنا، يعني اللاعب بعض الاحيان هم يقول لك حقه، لكن عليك انت عندك بيت وتروح ترجع ترتاح تاكل وتشرب وتنام من وقت على مود وضعك. لان انت اليوم انت قاعد، احنا نتمرن اكو عندنا هدم بالبناء، بالجسم، بالخلايا، بالهاي. انت ما راح تروح تتغذى وتنام من وقت، راح تكون تبني يعني ثقافه، يعني بالنهايه اي ثقافه. انت تتكلم على لاعب منتخب وطني، أكيد. يعني لاعب ما لاعب منتخب وطني لا منتخب اولمبي، والله هذا نستثنيه بعض الاحيان، لكن انت منتخب اولمبي ومنتخب وطني، فلازم كلها انت عندك درايه بيها، تحافظ. ما تعرف يا اخي ما تعرف، اسال اللي لعبوا قبلك. اسالهم شنو الامور اللي تفيدنا نسويها على مود تستفاد من عندها. ومو عيب تسال، لان انت راح تروح منتخب وطني، ولاعب منتخب وطني لازم يكون مثقف طبعا ومسلح بكل شيء، قدوة، يعني دائما بالضبط قدوة للجميع اللاعبين. نتكلم أيضا عن أحمد ماكنزي، هذا اللاعب الذي دائما ما يقدم مستويات جيدة مع الأندية التي يشارك فيها في أندية الشمال وأيضا في القرمة. إذا ما شاهدنا أرقام ويعني بعض الإحصائيات لهذا اللاعب مع القرمة، سجل هدفهم الوحيد في الجولة الماضية، وكان اللاعب أعلى مساهمة في الفريق في فريق القرمة، سجل 6 أهداف وصنع 5، شارك في 24 لقاء فقط. استدعي على إثر أدائه للمنتخب الوطني في المونديال، رغم أنه يعني لم يكن هناك تسليط ضوء عليه كثيرا ولم يمنحه فرصة المشاركة. يعني بشكل عام دائما هو يكون اللاعب المستحق في المنتخب الوطني لكن لا يشارك. لا بالتأكيد أحمد من اللاعبين المميزين، يعني دائما يستدعى ولا يشارك. يعني أحمد من اللاعبين اللي يعتمد عليهم في قادم السنوات إن شاء الله، كونه لاعب يمتلك خصلة هجومية مميزة، لديه نهاية جيدة جدا، وهي ما يحفز اللاعب أو ما يسموه يعطي للاعب قيمته الفنية، وهي النهايات. أكثر لاعب من اللاعبين خصوصا المدافع يسار أو اليمين عندما يصل لمستوى أو لمكان التحويل، شوف تحويلته مو بالشكل اللائق،
خطأ بالتمرير، خطأ بتسديد، وهي النتيجة النهائية أنت المدرب يعدك بشكل مميز حتى يصل لنقطة معينة، تنطي الكرة بالشكل اللائق حتى المدافع يسجل، العفو المهاجم يسجل بالشكل اللي يريده. لذلك أحمد كان من اللاعبين المميزين في الموسم الماضي، استطاع أن حقيقة يستدعى على المنتخب، وكان باستطاعته أن يمثل المنتخب، لكن جهة اليسار المنتخب ملا على الرغم من إصابة أحمد يحيى، لكن ميخاس أيضا لاعب مميز جيد. لكن هذا حال كرة القدم، هو لاعب شاب استطاعت أن يأخذ يعني فرصته في قادم السنوات إن شاء الله إذا ما قدم اللي عليه خلال الموسم، لأن الدوري هو المعيار الحقيقي اللي من خلاله يستقطب اللاعب للمنتخبات الوطنية. خلينا نتكلم بنقطة مهمة جدا، وهي اليوم احنا أمام مدربين حقيقة يمتلكون خبرات كبيرة جدا. مؤمن سليمان مدربا في الدوري المصري، في الدوري العراقي حقيقة، سامي الطرابلسي الدوري التونسي، منتخبات المنتخب التونسي، إضافة إلى الدوري القطري اللي يمكن خلص أكثر من 10 سنوات في الدوري القطري. لذلك هنالك رؤى تكتيكية واضحة وكبيرة جدا المفترض تخرج لنا اليوم. هناك مخرجات المفترض تترجم على ساحة أو داخل ساحة اللعب من خلال بعض المفردات. احنا نتكلم في بعض الأحيان عن الصعوبة بإعطاء مفردة تكتيكية للاعب الدوري العراقي وينفذها بالشكل اللائق. ممكن الخطأ بينا ماكو اشكال، هسه انت امام مدربين كبار، يمكن مثل ما تكلم كابتن سعد في المباراة السابقة كان هناك تعارض من قبل الكابتن مؤمن سليمان بعدم تطبيق واجبات. هذا هو حالنا، حال كرة القدم العراقية. اللاعب يختلف كما ونوعا وثقافة عن بقية اللاعبين. هنا عندنا احترافية بس بالاسم، اما الكل لا، هو هواة. نعم. انت تجيني ساعتين، هذه الساعتين تريد تكملها بشتى السبل والطرق، ما لي علاقة. لكن أنا كمدرب أريد أطرح أفكاري، أريد أنفذ أفكاري، أريد أبين أو أبرهن للعالم أنه أنا لدي قدرة على أنه تحريك هذا الشيء الجامد وعمله بشكل مميز باستطاعته أنه يكون شيء جميل. لذلك أنا أشوف أنه اللاعبين عليهم أن يحترموا عقودهم، يحترموا مدربينهم، أنديتهم، السهر وغيره من هذه الأمور. انت سهر ماكو اشكال، لكن انت عندما تاتي للتدريب يجب ان تكون حاضر بكل عقليتك وجهوزيتك التامه حتى تنفذني. طبعا. شنو ذنبي انا كمدرب؟ انا بدك تبدع بشكل مميز حتى تنطيني كل ما لديك. لذلك هناك عوامل مشتركه يجب ان تكون طبعاً حاضره. لذلك اليوم احنا امام قامتين تدريبيه كبيره جدا، نتمنى انه تكون هذه القامات يعني مفيده للدوري العراقي في يعني راح نشاهدها في مباراه اليوم. نتمنى نشوف مباراه جميله فنيا ايضا، يعني نشاهد البصمه العربيه. نعم هذا نترجاه، يعني انت تجيبين مدرب محترف بمستويات عاليه باموال طائله، شنو الغايه منها؟ مستوى الدوري اللي رفع مستوى كره القدم العراقيه، وهذا ما نرجوه. بالتأكيد. طيب خلينا نبدأ بالتشكيلة، تشكيلة الفريقين وخيارات المدربين لهذا اليوم. يعني اليوم نتكلم على القرمة، فريق مؤمن سليمان اليوم اختار اللاعبين: فهد طالب لحراسة المرمى، رباع الدفاع محمد أبو حشيش، كرار عامر، محمد الباقر ماديرة، وهلو فايق كظهير يمين، هلو فايق وأبو حشيش ظهير يسار. إضافة إلى اللاعبين ارتكاز اثنين، اللاعب الدولي الأردني إبراهيم سعادة، إضافة إلى جيبولا القادم من الجوية. جهة اليمين أموري، إضافة إلى أحمد مكنزي، واللاعبين للأمام أمادي، وإضافة إلى فالير باسين. أكيد يمكن اللاعبين اللي موجود دائما نتكلم على الحلول الفردية، أموري موجود الحلول الفردية. لاعبين نتكلم على الارتكاز، أكيد راح يكون لاعبين مساندين للاعبين الثلاثة الأمام، أحمد مكنزي، أمادي أو أمادة، إضافة إلى أموري. إضافة يعني شوف اليوم أنا وجهة نظري اللي يكون الفريق اليوم محضر بشكل أفضل، يكون التحرك الجماعي ومنظم، هذا راح يعطيك أفضل على الفريق المنافس. يعني تحرك بشكل منظم، استحوذ على الكرة وابدي أبني من الخلف بشكل جيد، ما عشوائي الكرة الطويلة وترجع لا، نبني انتظر لاعبين انه يتوزع في الملعب بشكل افضل، وانتظر انه ابقى التحضير. انت عندك لاعبين اثنين في الوسط جيدين. اضافه الى اموري ايضا لاعب قد يكون متميز بالحاله الفرديه الواحد الواحد. عندك جيبولا، اضافه الى ابراهيم سعاده. يعني انتظر تروح الكره، نفتح مكنزي، اموري، اضافه الى مادي وفالير باسين. التحرك بالمساحات الفارغه، لا انتظر اللاعب يعطيني، لا
اهاجم المساحه على مود اللاعب يقدر يستطيع انه اي كره فراغ. ودائما احنا حتى في دورينا شاهدنا مباراه الموصل الكرات دائما خلف الدفاع تكون مهمه جدا للفريق المنافس وصعبه على الفريق اللي يدافع. بكل تاكيد كابتن علي. يعني اليوم طرق اللعب او انظمه اللعب للفريقين واضحه جدا، بالواحد 4-4-2 الفريقين بنفس التشكيل بنفس النموذج. نعم. اليوم جلال حسن كحارس مرمى مميز حقيقه في الدوري العراقي، ميثم جبار وراميرز قلوب دفاع، احمد زيرو واحمد يحيى مدافع يمين ومدافع يسار، هذا رباعي خط الوسط. هرنانديز بسام شاكر من ممكن ان يكونون كلاعبي وسط، حسين علي على جهه اليسار، فيدليس باركو على جهه اليمين وممكن يكون مكان بسام وبسام ينتقل لجهه اليمين. عبد الله باسم وكوكو اللاعب المتحرر المتميز اللي راح نشاهده في هذه المباراة مثل ما شاهدناه في المباراة السابقة، انه هو الحركة الكثيرة، الحالات الفردية، التنقلات خلف المهاجمين اللي يمتاز بها كوكو عندما كان في الغراف، بالتأكيد راح تكون هي حالة اللعب. لكن إلى متى يبقى كوكو هو الحل والمفتاح بعد أن كان في الموسم الماضي للشرطة لديه أكثر من مفتاح لعب؟ الآن كوكو إذا ما مسك كرار عامر، محمد الباقر كقلبي دفاع لاعبين مميزين، لكن اذا ما كان هنالك منتمان مميز من هؤلاء اللاعبين بالتاكيد راح تقل قيمه نادي الشرطه. باركو ايضا كمفتاح لعب اذا ما كان لديه الفرصه للدخول لمنطقه الوسط والتسديد او التمرير، لذلك انا اشوف انه هذا هو التشكيل الانسب بانتظار ما يحدث في قادم الايام اذا ما كان هنالك عوده لميمي وغيره من اللاعبين. احنا سعيدين بصراحه بالصور اللي نشوفها حاليا من ملعب المباراه وجماهير القرمه وحتى جماهير الشرطه الحاضره لمؤازره الفريقين، يعني ليله جميله وقمه رائعه، يعني تستحق أن يكون هناك مشجعين وحضور جماهيري على عكس ربما باقي المباريات التي لم نشاهد فيها حضور كبير. والله شوف فاطمه احنا دائما نتكلم بها، شوف الجمهور هو يضيف لك في الشيء، يعني اللاعب حتى اللاعب يتمتع انه الان قاعد يشاهدني يعني الجماهير مثل ما شاهدنا يمكن مباراه الميناء مع زاخل ملعب فيحاء. نعم. يعني نتمنى حتى الفرق الجماهيريه تبدي بشكل جيد، حتى ملاعبها تكون مفضله جيده، لان هذا ملعب الجولان بالمناسبه، مو ملعب القرمه. ملعب الجولان يمكن صعد لاول مره لدوري نجوم العراق، وعنده ملعب وانديه عمرها 100 سنه و30 و40 و50 ما عندها ملاعب. هاي مشكله. انت الملعب راح يخدمك بظروف كبيره جدا، او عندها ملاعب بس سيئه يعني غير صالحه ابدا. اي المشكله الملاعب ليش الملاعب نروح يعني احنا ما نريد نتكلم عن ملاعب بغداد، حنفتح باب اخر. لا مو باب اخر، بالعكس احنا شوف الانديه مسوا ملاعب. ملاعب مثلا بنتكلم عن ملعب مدينه، ملعب الشعب. نعم. يعني طلع خارج الخدمه سبب الانديه اللي ما انت الملاعب اخذتها لك. يعني في عهد الكابتن عدنان درجال تعاقد مع شركات جيده رصينه، يبقى الملعب نفس ما استلمته من الوزاره. نعم. على مود يقول لك الملاعب كان براحه الانديه، كان قرار صح. طبعا انت مو تجي الملعب ما تكون عليه هناك ادامه وبعدين الكلام ما يصير، نروح هسه على الاتحاد هسه اليوم طلعنا نقول لك الاتحاد بدينا الملاعب، الاتحاد ما دخل ملاعب. نعم. الاتحاد مو ملاعب، الاتحاد يسوي لك دوري. نعم. ينظم لك دوري الملاعب خاصه بك انت كنادي. انت لو ما عندك ملعب شو تسوي؟ انت ليش احنا اليوم بالجولان بدهوك بزاخو الفرق عندها ملاعب، انا ما عندي مشكله ويا الفرق. فعلا. هو ملعبه وخاص به والملاعب اللعبات تقام عليه. اكيد. اتمنى اداراتنا تسوي ملاعب طلبه، خاصه الطلبه، واتكلم عن الفرق الجماهيريه. نعم. الطلبه والجويه. فعلا. يعني احنا هواي تكلمنا عن هذا الموضوع، اتذكر الموسم الماضي والمواسم السابقه ايضا دائما يكون حديث عن ملاعب الانديه الجماهيريه. عندما نشاهد ملاعب الانديه المحافظات العراقيه، يعني احنا ما نريد نتكلم عن موضوع محافظات وبغداد، لكن هي دائما تبدع في ملاعبها. لا، هي المساله مساله توظيف اموال. توظيف بشكل جيد، يعني تروحين لمحافظاتنا في اقليم كردستان بالتاكيد الملاعب جاهزه، لكن الادامه بشكل مميز. يمكن كابتن سعد احنا بين الشوطين نتكلم عن شخصيه يمكن تقود او ترمم ملعب نادي دهوك هو المسؤول عن يعني عبالك يشتغل ببيته، لذلك هنا المساله. اي والله حريص الحرص والامانه بالتاكيد هي عامل اساسي جدا. لذلك احنا في بغداد
يمكن توظيف الاموال لم تكن بمستوى الطموح، ماكو حقيقه رقابه او مباشره اين تذهب الاموال للاسف الشديد. تشوفين نادي الطلبه بدون ملعب، يتواجد في كليه التربيه الرياضيه او جامعه بغداد يلعب على ساحه خضراء، وملعبه في القاهره جاهز باستطاعته انه يكتمل بشكل او باخر باموال يمكن تكاد تكون بسيطه. لذلك اتمنى انه من الاخوه في المواسم القادمه يكون لهم دور كبير جدا بان تكون الاولويه للملاعب، بما انه انت ما حققت لقب دوري لا كاس، لا حققت البطوله، قاعد تصرف لك في كل موسم 6-7 مليار. طبعا سوي له ملعب على الاقل. اكيد. خلينا بس ناخذ توقعاتكم بشكل سريع للشوط الاول. الشوط الاول اعتقد القرمه يبدا التسجيل. نعم. الفريقين يمتلكون تاريخ حقيقه، يعني كلاعبين. القرمه ممكن حديث العهد لكن لديه لاعبين مميزين جدا، لذلك هو مطالب بان يحقق الفوز في هذه المباراه، يستغل ظرف نادي الشرطه. نعم. لكن يعوف الشرطه، ممكن الشرطه يخرج لنا بشكل اخر عن المباراه الاولى. نعم، خاصه انه حيكون تحدي كبير أكيد. في هذه المباراه يعني، وبالتاكيد يعني مدربين عرب يجب ان يفرضوا رؤيتهم وشخصيتهم في الدوري العراقي. واضح اي تلكؤ في هذه المباراه راح ينطي حسابات لاخرين بتأويل كلام كثير فعلا. نعم. طيب الآن ننتقل مشاهدينا الكرام بالصوت والصورة إلى ملعب الجولان لمشاهدة قمة المساء اليوم، القرمة والشرطة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق. نترككم الآن مع زميلنا المعلق حسين سمير لتستمتعوا بالمباراة وأجواءها. إليك زميلي حسين. شكرا للزميلة العزيزة فاطمة قاسم ولضيفيك الكريمين الكابتن سعد عبد الحميد والكابتن علي وهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا اليوم الثاني لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات دورينا دوري نجوم العراق لموسم 2026-2027 من أرض الأنبار حيث الحضارة والتاريخ. هنا أرض الكرم والكرماء وأهالي العز والأصالة. أمسية كروية دسمة تلتقي عراقة المكان بألوانها البرتقالية أمام العنيد القيثارة. صقور الغربية بمواجهة القيثارة هنا لقمة الجولة الثانية لتعويض التعادلين بالنسبة للطرفين القرمة والشرطة. القرمة بالنسبة لتعويض التعادل أمام الموصل للجولة الأولى، وكذلك هو الحال بالنسبة للشرطة من أجل تعويض التعادل أمام كربلاء. أتمنى لكم طيب المشاهدة وأن تكون مباراة جميلة وتليق باسم وتاريخ الفريقين. هذه خامس مواجهة تاريخية ما بين القرمة والشرطة. اليوم الشرطة يدخل بألوانه المختلفة، ليست كما عودنا بألوانه أو بألوانه الخضراء، أما القرمة بألوانه البرتقالية المعتادة. ملعب الجولان اللي يستضيف هذا اللقاء، الأرض المفترضة لفريق القرمة. مشاهدينا متابعينا، من يقود هذا اللقاء الحكم الدولي زيد ثامر، يساعد أحمد صباح وكرار عبد الكريم، أياد زاحم الحكم الرابع. أما بغرفة الفار محمد سلمان ويساعد محمد رياض. 4 مباريات اليوم لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات دورينا دوري نجوم العراق. المباراة الأولى اللي انتهت بانتصار الموصل على ديالى بنتيجة 2-1، وقبل دقائق قليلة انتهت مباراة كربلاء والزوراء اللي انتهت بالتعادل ب1-1. والآن ستنطلق صافرة بداية القرمة والشرطة. أما الساعة 9:30 ستنطلق مباراة أربيل والقوة الجوية. تحياتي لكم حسين سمير معلقا وواصفا لهذه القمة الكروية. ليلة دسمة من ليالي دورينا، ويا لها من أمسية كروية جميلة لحساب الجولة الثانية. الأسماء المتواجدة، الكوادر الفنية الحاضرة، مواجهة أفريقية خالصة ما بين المصري مؤمن سليمان مدرب القرمة اللي يواجه فريقه السابق اليوم، وما بين التونسي سامي الطرابلسي
مدرب فريق الشرطة. مشاهدينا متابعينا بكل مكان، لحظات على انطلاق صافرة البداية. هنا اللقطات الجميلة وتبادل التحية ما بين اللاعب أحمد يحيى ومدربه السابق مؤمن سليمان. هنا جماهير صقور الغربية على المدرجات متواجدين بانتظار صافرة البداية. نبدأ الآن بتشكيلة فريق القرمة بحراسة المرمى فهد طالب، الخط الدفاعي محمد الباقر، كرار عامر وهلو فائق ومحمد أبو حشيش. خط الوسط أجيبولا، إبراهيم سعادة، صامويل أمادي، أموري فيصل وأحمد مكنزي وبول باسين. أما بالنسبة لفريق الشرطة جلال حسن بحراسة المرمى، ميثم جبار، روبن راميريز وأحمد يحيى وأحمد زيرو وفيدلس كوكو، دييغو هرنانديز، كريستيان باركو، حسين علي، بسام شاكر وعبد الله باسم. هذه الأسماء المتواجدة بالصورة الأساسية. أيضا المدرب التونسي سامي الطرابلسي اللي استلم الفريق هذا الموسم خلفا للمدرب أحمد صلاح، وهو لاعب دولي سابق، لاعب للصفاقسي التونسي والريان القطري. مؤمن سليمان، ومواجهة تحمل معها العواطف والمشاعر والذكريات. مؤمن سليمان اللي حقق 3 ألقاب دوري مع القيثارة الخضراء، وحقق لقبي كأس العراق مع الشرطة ومع القوة الجوية، وحقق السوبر مع الشرطة. وإذن على بركة الله تنطلق صافرة البداية. أنا وإياكم مشاهدينا متابعين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هنا نجدد التحية من أرضية ملعب الجولان ولقاء البرتقالي أمام القيثارة، وهنا المواجهة الخامسة تاريخيا ما بين الفريقين، انتصارين لفريق الشرطة وتعادلين ما بين الفريقين. لم يسبق أن ينتصر فريق القرمة على فريق الشرطة، فهل نشاهد المفاجأة اليوم أم سيكون للقيثارة كلام آخر للمحافظة على هذا السجل من الانتصارات بالمواجهات المباشرة؟ إذا رمية جانبية مشاهدينا متابعين، معلومات كثيرة، أسماء جديدة تمت إضافتها بالنسبة لكلا الطرفين، وأسماء كذلك غادرت. وبالموسم الجديد شاهدنا أسماء تحولت من هنا إلى هناك، وهنا الأسماء المتواجدة بالصورة الأساسية وعلى دكة البدلاء. الشرطة والقرمة البرتقالي، واليوم بألوانه البنفسجية. الله 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 الله، شوف المرور، ومع كل لقطة مع كل تمريرة تشتعل المدرجات. هذه كرة عالية، هذه عالية، والأقرب حارس المرمى جلال حسن، موسم آخر أو موسم أول مع فريق الشرطة. الحارس جلال حسن سبق وأن مثل الشرطة بموسم 2014، لكن قضى 9 مواسم مع الزوراء ووصل الآن لفريق الشرطة. هذه كرة عالية، الاستلام بهذا التوقيت طالت على بسام شاكر الليمة العائد بعد فترة صعبة. بسام شاكر بعد ما فقد الوالدة، الله يرحم الوالدة ويسكنها فسيح جناته يا بسام، بالتأكيد يحتاج إلى فترة من الدعم بهذه الأيام الصعبة، ويلعب بصورة أساسية اليوم، وعاد إلى الفريق بعد أيام قليلة. إذن مشاهدينا متابعينا هنا صافرة، وعلى التنفيذ بالنسبة للشرطة هذا الأرجنتيني كريستيان باركو قادم من أربيل، اللاعب الأرجنتيني على التنفيذ الآن، التركيز العالي الأرجنتيني بالأراضي العراقية. هنا الكرة لا زالت لكنها مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للحارس فهد طالب. مواجهة ما بين كلا الحارسين فهد طالب وجلال حسن. هذا هو سامي الطرابلسي اللي قادم من تدريب منتخب تونس، كان مدربا للمنتخب التونسي، سبق وأن درب النادي السيلية القطري وحقق بطولة الكأس بموسم 2021. سبق وأن درب منتخب تونس في فترتين 2011 إلى 2013، بعدها عاد إلى منتخب تونس بموسم وبعام 2025. إذن مؤمن سليمان وسامي طرابلسي، ومواجهة حاضرة بأرضية ملعب الجولان. هنا الأخطاء، والأول قريب، الشرطة للتصويت. الله 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 الله، عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام الفرح. هنا الشرطة، وهنا الهدف الأول بالدقيقة 4. الأخطاء ممنوعة، تلعب بالنار أمام القيثارة، يصل اللحن، تصل هنا المعزوفة، وهدف أول للشرطة. هنا صدمة على مدرجات ملعب الجولان. هنا قراءة سورة الفاتحة أكيد على روح
والدة اللاعب بسام شاكر، هي أيضا لقطة جميلة تستحق الاحترام. إذن النيجيري فيدلس كوكو يبصم على أول أهداف اللقاء. فيدلس كوكو اللي قدم موسما ماضيا كان على طراز عالمي مع الكتيبة السومرية. هنا خطأ فادح أمام من؟ أمام الأرجنتيني. الأرجنتيني مرر إلى من؟ إلى النيجيري. النيجيري صوب وسجل وأضاف أول أهداف المباراة. إذن فيدلس كوكو يفتتح التسجيل، وبذلك الشرطة تتقدم أولا على القرمة. بداية قوية كانت، لكن الأخطاء الدفاعية هي من كلفت صقور الغربية الهدف الأول، وبذلك هذه اللقطة بالقدم اليسرى صوبها وباغت حارس المرمى فهد طالب. وبذلك تكلمنا عن الأخطاء الدفاعية. رتم المباراة يعني لا زال في بدايته، وهنا الأخطاء اللي ارتكبها الخط الدفاعي، لكن لا زلنا بالبداية. خلينا نشوف ممكن القرمة يعوض هذه الأخطاء. الكرة تصل بهذا التوقيت. هذا أجيبولا اللاعب النيجيري قادم من بطل الدوري الموسم السابق نادي القوة الجوية بعدما قدم موسما استثنائيا مع الصقور. أجيبولا مع صقور الغربية بقي في ظل الصقور، هو غادر صقور القوة الجوية وتحول إلى الصقور الغربية. اختلفت الألوان من الزرقاء إلى البرتقالية. هو يبحث عن تقديم موسم آخر بصورة جيدة برفقة القرمة. كرة تتحول من الطرف الأيمن بالنسبة لصقور الغربية. عملية الإبعاد بعد أن كانت تمريرة عن طريق اللاعب هلو فائق. وبذلك الموسم السابق مواجهات الطرفين، أول مواجهة انتصر الشرطة 1-0 بهدف اللاعب بسام شاكر، ومباراة الأياب لحساب المرحلة الثانية انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. سجل بتلك المباراة ليونيل أتيبا كان هداف الشرطة من ركلة جزاء، وسجل أيمن حسين للقرمة كذلك من ركلة جزاء. الآن غادر القرمة أيمن حسين دور الأوزبكي مع باختكور. هذا هو مؤمن سليمان المدرب المصري صاحب 52 سنة اللي استلم الفريق خلفا للمدرب عصام حمد الموسم السابق. وهنا الكرة تصل للقرمة والتعادل. الله 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 الله، جول أو الراية أو ماذا الراية موجودة، الراية موجودة. شوفها بالإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة. الراية حضرت بهذا التوقيت على ما يبدو على اللاعب بول باسين اللاعب السنغالي. خلينا نشوف هذه اللقطة، هذه التمريرة كان متسللا أو لا؟ هل كان متسللا؟ تدخل عبد الله أو هذا زميله؟ خلينا نشوفها بالإعادة. أموري فيصل، وهنا اللقطة يندب حظه بعد لقطة هدف جميل صراحة كانت وفينيشنج ولا أروع من طريق اللاعب السنغالي بول باسين. خلينا نشوف بهذه اللحظات. بول باسين بالمناسبة صاحب 25 سنة قادم من نادي نهضة بركان المغربي، سجل 7 أهداف مع نهضة بركان وصنع 3، والآن انتقل إلى القرم. جلال حسن هل ينتظر قرار الفار أو ماذا؟ أو طالب الدولي زيد ثامر باستئناف اللعب، استمرار اللعب، أو هنالك حديث مع غرفة الفار مع محمد سلمان ومحمد رياض، حديث أيضا من ميثم جبار مع الدولي زيد ثامر. بالمناسبة زيد ثامر الجولة الأولى كان حكما للمباراة الافتتاحية ما بين نوروز والقوة الجوية، وآخر مباراة قادها الموسم السابق كانت ما بين القوة الجوية وزاخو بلقاء التتويج الجولة 38. إذن الراية موجودة، ولا زالت جماهير القرمة تؤازر من على المدرجات. نعم في صدمة. الدقيقة 4 استقبلوا الهدف الأول عن طريق فيدلس كوكو، وبذلك الآن الشرطة اللي شاهدنا تصريح المدرب التونسي سامي الطرابلسي وقال نحتاج للبعض من الوقت من أجل أن نتكاتف أن نشاهد الأسماء اللي تمت إضافتها لعملية الانسجام. هنا الراية أيضا حاضرا بهذا التوقيت، على ما يبدو بطاقة صفراء، نعم وسط احتجاج حاضر بهذه اللحظات. سامويل آمادي على ما يبدو احتجاج حاضر. الكادر الفني لفريق القرمة أعصاب توتر. هذا هو الدولي السابق جاسم غلام
لذلك الحديث لا زال مستمر. زيد ثامر يحاول تهدئة الأوضاع، لكن خلينا نشوف اللقطة من بدايتها. هذا هو صامويل آمادي اللاعب النيجيري، تدخل على اللاعب أحمد يحيى، وعلى ما يبدو شاهدها اللقطة، شاهدها زيد ثامر على اللاعب صامويل آمادي. هذا هو صامويل آمادي بانتظار استئناف اللعب. بالمناسبة هذا صامويل آمادي القادم من سيراميكا كليوباترا المصري، وأيضا لعب لنادي سموحة المصري، وانتقل من الأراضي المصرية برفقة الفراعنة إلى الأراضي العراقية هنا لأسود الرافدين. تحدث عن النادي وليس المنتخبات حتى لا أحد لا يفهمني يعني بصورة مختلفة. إذن على ما يبدو أيضا أحمد يحيى تحصل على بطاقة صفراء، لكن هل هي بسبب الاحتجاج أو كان هنالك ردة فعل من أحمد يحيى؟ هذه اللقطة توتر منذ الدقيقة 10 من شوط اللقاء الأول. الأمور متوترة رغم التقدم القيثارة بهدف نظيف. ننتظر مؤمن سليمان سنوات مواسم قضاها مع الشرطة، مع الإنجازات والتاريخ الذي كتب بالنسبة لهذا المدرب مع الشرطة. اليوم يواجه فريقه السابق، لذلك تكلمت من بداية اللقاء أن المباراة تحمل معها مشاعر خاصة بالنسبة لي المدرب مؤمن سليمان. هذه لقطة القرمة الآن ومحاولة للمرور، تلاعب ممتاز. العرضية وين تأخر بإرسال العرضية، والكرة اصطدت في هذا التوقيت، تتحول إلى رمية جانبية، رمية تماس. أحمد مكنزي ينفذ هذه الكرة بصورة سريعة، لكن خطأ. لا زالت قائمة للبرتقالي. أجيبولا، والتسديدة مرت من اللاعب النيجيري. هذا أجيبولا معروف بتسديداته من خارج منطقة الجزاء، شاهدنا الموسم السابق مع القوة الجوية. من أفضل الأهداف اللي سجلها كانت أمام فريق الكرف، المباراة اللي انتهت 1-0 بأجواء كانت صعبة على المتصدر في تلك المباراة. إذن هنا ردود الفعل البرتقالي والوصول والتهديد الصريح لمرمى الحارس جلال حسن. هذه كرة تلعب رأسية تصل بوسط الملعب. الهدوء لا زال يخيم على الأجواء رغم أن التوتر موجود. أتحدث عن هدوء رتم المباراة. الشرطة وصول واحد سجل فيدلس كوكو بعد خطأ من الخط الدفاعي. الآن شاهدنا وصول القرمة والتسديدة القوية اللي سددها اللاعب أجيبولا، وبذلك الكرة عادت من هلو فائق وتتحول إلى رمية جانبية. ستكون مواجهة صعبة ما بين النيجيري صامويل آمادي وأحمد يحيى، سيتواجهون بطيلة فترة المباراة من هذه الزاوية جهة اليسرى ما بين الظهير والجناح. هذه الكرة تعود الآن للشرطة. كوكو لاعب هادئ ممتاز جدا بإخراج الكرة وعملية التحولات. تحدث عن اللاعب فيدلس كوكو والأخطاء مستمرة، وبسام شاكر يسقط، لكن حكم اللقاء يقول لك العب. هنا كرة لا زالت من الطرف الأيسر. السرعة لفريق القرمة. هنا المحاولة لكن تأخر نوعا ما. زي ثامر قريب من الحالة يقول لك العب مستمرة. الكرة وصلت من الأرجنتيني كريستيان باركو، تتحول على طرف الأيمن بعيد الأقرب قائد الفريق. هذا هو المدافع كرار عامر يحاول إبعاد الخطر من هذا المكان. لا تلعب بالنار، الأخطاء ممنوعة. تصل لفهد طالب يمرر إلى صامويل آمادي والتحضير. أجيبولا والتمرير. الفكرة ممتازة وتدخل، والكرة تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة الشرطة. ممتازة عملية استخلاص الكرة من دييغو هرنانديز اللاعب الكولومبي. نظرات التونسي سامي الطرابلسي. بذلك الكرة لا زالت لفريق الشرطة. شوف عملية استخلاص الكرة والتدخل على الكرة مباشرة عن طريق اللاعب دييغو هرنانديز، وجنسيات عديدة متواجدة بهذا اللقاء. مستمر المباراة وحكم اللقاء يطالب باستئناف اللعب أو باستمرار اللعب، ليس هنالك صافرة. الآن بدأت تحلو المباراة، بدأت تحلو الأجواء، وهنا الدقائق تشتعل ما بين الطرفين. كرة من الطرف الأيسر، لم يمر أمام أحمد زيرو، وعملية الإبعاد حاضرة بهذه الثواني. إذا يبحث الآن القرمة عن التعديل
بهذه الأوقات المبكرة، أتحدث عن ربع ساعة لا زالت قائمة. هنا هذه اللقطة بالشاشة المصغرة، لكن القرمة وشن الهجمات، القرمة والوصول من أجل التعديل، التمريرة ذكية لكنها لا زالت. العرضية وين؟ العرضية وين؟ العرضية وين؟ العرضية وين؟ هنا أجيبولا أو صامويل يحاول تصويبه لكنها اصطدت بهذا التوقيت. لا زالت قائمة. هنا الكرة اليسارية من الطرف الأيمن، انطلاقة وسرعة حاضرة بهذا التوقيت، سرعة متواجدة بالنسبة لعملية الاسترداد الهجومي والدفاعي، العودة للخطوط الدفاعية. إذن الكرة تتحول إلى رمية تماس. هذا فهد طالب. ربع ساعة من شوط اللقاء الأول، الشرطة هدف، القرمة لا شيء. هذه الكرة تصل بهذا التوقيت، ننتظر ونشاهد. ها هنا عملية البحث عن المساحات بكرة تتحول إلى الخط الدفاعي، عملية تهدئة أو لحارس المرمى عفوا، عملية تهدئة الأوضاع بالنسبة لفريق الشرطة اللي يبحث عن المساحات، لأن يعلم تماما بأن فريق القرمة عندما يشن الهجمات يكون خطير جدا. فهد طالب الجولة السابقة القرمة تعادل أمام الموصل بهدف مقابل هدف، بهدف ذاتي سجل بمرمى فريق الموصل. بذلك كذلك الشرطة تعادل أمام كربلاء هدف مقابل هدف. هنا انطلاقة، هذه سهلة لجلال حسن. نعم الشرطة تعادل أمام كربلاء هدف مقابل هدف، واللي سجل الهدف من ركلة جزاء اللاعب كريستيان باركو اللي صنع الهدف اليوم. كربلاء اللي قدم جولتين رائعتين تعادل أمام الشرطة بالجولة الأولى، وتعادل اليوم مع الزوراء بنفس النتيجة 1-1. هذه هي اللقطة اللي شاهدنا من خلالها الهدف اللي لم يحتسب، لأن كان في موقف تسلل أمور فيصل تدخل بالحالم، بذلك استئناف اللعب مخالفة لفريق الشرطة. تلعب سريعة من الطرف الأيسر. هنا الكرة العالية يتدخل هلو فائق أجيبولا. هنا الكرة خاطئة تعود للشرطة، فكرتها ممتازة لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى أيضا الشرطة اللي عاد لهم الهداف مهند علي ميمي قادم من دبا الفجيرة الإماراتي. جماهير الشرطة تحمل معها ذكريات ومشاعر خاصة مع ميمي. هنا كرة من اليسار لفريق القرمة، تبادل التمريرات لا زال، المدرجات تنتظر فرصة التعديل، وعاشقين القيثارة اللي يشاهدون بالملعب وعبر شاشات التلفاز ينتظرون المزيد من الأهداف بهذا اللقاء. لازلنا بشوط اللقاء الأول، هنا اللاعبين ممتازين، كلا الطرفين يمتلكون عناصر جيدة من ناحية الأسماء المتواجدة، لكن لازلنا بأول الجولات والدخول بالأجواء لا زالت حاضرة والانسجام بصورة أكبر. هنا أحمد يحيى بكرة من الطرف الأيسر اليساري، أحمد يحيى يلعب كرة عالية، فيدنس كوك الخطير، الثاني قريب، الشرطة للثاني، التصويبة أو العرضية، هذه عرضية لعبت لا زالت قائمة. بسام شاكر الأسمراني اليساري الخطير، ليما يحاول بسام، تأخر بالعرضية. وهنا حسين علي ينتظر التحركات، الله. هنا بسام لكن لم يتعامل مع الكرة كما أراد، وبذلك الكرة طالت باللقطة الماضية. استعادة الكرة من الطرف الأيسر. المباراة بدأت تتحرك من ناحية الهجمات. الثلث الهجوم الأخير بالنسبة للطرفين يحتاج شوية تركيز، هذا ما يريد كلا المدربين. مؤمن سليمان، سامي طرابلسي، كرة تلعب بوسط الملعب. هنا انطلاقة، تغيير اللعب على اليمين إلى النيجيري أمادي، صامويل أمادي يحاول أن يجد الطريق، يختار أن يعود بتمريرة إلى زميله أجيبولا مواطنة النيجيري. كرة تعود الآن، استرداد الكرة، عملية الافتكاك حاضرة باللقطة الماضية، والشرطة يلعب على التحولات الهجومية. كرة تصل بالوسط الآن، هذه انطلاقة، بسام يحاول بالكعب لكن استمرار اللعب. أعطاه مبدأ إتاحة الفرصة، أبو حشيش يمرر، لا زالت للقرمة، للصقور الآن، خطيرة للبرتقالي، تصويبة لكن بعيدة مرت واعتلت من أمور فيصل. وهنا المطالبة من قائد الفريق جلال حسن
وحديث مع حكم اللقاء زيد ثامر. هو أعطاهم مبدأ إتاحة الفرصة الادفانتج، لكن الكرة قطعت بعد أن كانت للاعب بسام شاكر. روبن راميريز اللاعب الفنزويلي، دييغو هرنانديز اللاعب الكولومبي، فيدلس كوكو النيجيري، كريستيان باركو الأرجنتيني. هذه الجنسيات المتواجدة بالنسبة لفريق الشرطة. خلينا ننتظر، خلينا نشوف استئناف اللعب. 20 دقيقة أولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. مباراة لها طعامها الخاص، لها طابعها الخاص ما بين الشرطة والقرمة. بالمناسبة أكبر نتيجة حضرت بالنسبة لمواجهات الفريقين هي 4-0 لفريق الشرطة قبل موسمين. أول موسم وصل فريق القرمة إلى دوري نجوم العراق، أول مواجهة تاريخية ما بين الطرفين انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، لكن بالمباراة الثانية بنفس الموسم انتصر الشرطة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. في تلك المباراة سجل ميمي هدفين، وبسام شاكر هدف، وأحمد يحيى هدف. الحديث عن الأكثر اللاعبين المسجلين من الشرطة على القرمة، وبسام شاكر هدفين ومهند علي هدفين. إذا رمية جانبية تلعب بصورة سريعة من الطرف الأيسر، المحاولة والقوة الجسمانية، الأرجنتيني يمرر والسرعة حاضرة، لكن التدخل متواجد عن طريق اللاعب هلو فائق بكرة خاطئة تصل الأرجنتيني كريستيان باركو يرسل كرة عالية لا زالت، لكن الإبعاد تصل إلى أمور فيصل. تحضير الكرة لمن؟ لإبراهيم سعادة، لكنها طالت. هذه هي لمصلحة صامويل آمادي القرمة وبناء الهجمات. الله على الافتكاك، افتكاك ممتاز. ميثم جبار يمرر من الطرف الأيمن، محاولة شرطاوية، محاولة للقيثارة، هنا انطلاقة. الله 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 يا بسام، الله يا ليما على اللقطة الجميلة بالكرة الماضية. تعود إلى أجيبولا، شوف الامتصاص، شوف الاستلام. أجيبولا إلى من؟ إلى مواطنة أمادي، تحضير إلى السنغالي بول باسين. تعود الكرة بوسط الملعب ورأسية تهدئة الأمور من الوسط إلى اليمين. بسام شاكر وقيادة هجمات الشرطة، هجمات القيثارة. انطلاقة لا زالت بوسط الملعب. هذا حسين علي يحاول أن يجد المساحة، تمريرة عالية على اليمين، خطيرة للشرطة، خطيرة للقيثارة. يريدون هدف ثاني والرأسية لم تصل وتتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة القرمة. هذا هو عبد الله باسم صاحب 19 سنة، اللاعبين الشباب اللي ينتظرهم مستقبل مميز، لكن الكرة مرت عليك يا عبد الله باسم وتحولت إلى خارج الملعب. بالانتظار الآن لازلنا نشاهد هذه لقطة بسام اللي مر من أكثر من لاعب، ولكن التسديدة كانت ضعيفة وسهلة للحارس فهد طالب. أجواء جميلة بملعب الجولان. شوط أول لا زال لم يكشف عن جميع تفاصيله، والكرة بعد ذلك تحولت. هل هي غادرت على ما أعتقد؟ أي نعم غادرت. الجولة القادمة أيضا تنتظر كلا الطرفين مباريات صعبة. القرمة سيواجه الكهرباء بملعب الكهرباء اللي هو ملعب الزوراء، والشرطة سيواجه فريق الجولان بهذا الملعب. ملعب الجولان، كرة لفريق القرمة من الطرف الأيسر، تحول إلى وسط الملعب، تبادل النقلات، تبادل التمريرات. هذا هو هلو فائق وعملية التحضير إلى السنغالي بول باسين والتمريرة إلى أمادي يحاول النيجيري بأن يمرر، لكن لم تصل وهنا الكرة فيها صافرة. شوف أحمد يحيى معنويات عالية اليوم، يعلمون تماما كل اللاعبين مدى أهمية هذه المباراة، ولا سيما أن كلا الفريقين قادمين من تعادل بالجولة الأولى، يريدون التعويض اليوم. الشرطة يريد 3 نقاط، يريد ينتصر، يريد أن يضع أول انتصار بهذا الموسم، وكذلك أول حال القرمة. هذا حق مشروع للفريقين. هذه لقطة الهدف الملغي بسبب الراية اللي كانت حاضرة. لقطة جميلة، فينيشنج كان ولا أروع من اللاعب بول باسين، لكن الراية كانت موجودة على أمور فيصل. ملعب الجولان والأجواء الجميلة هنالك بالأنبار.
كرة تصل من اليسار بالنسبة لفريق القرمة. تبادل التمريرات الآن لا زالوا يحاولون، لا زالوا يطمحون، لا زالوا يحاولون بأن يصلون إلى التعادل. هل بإمكانهم الوصول أو لا؟ هنا القرمة، هنا صقور الغربية، لكن الافتكاك والعودة الدفاعية الجيدة باللقطة الماضية. هذا هو الأرجنتيني، يخسرها باركو، تعود الآن والصافرة حاضرة وعلى ما يبدو معها بطاقة أو لا. أي نعم بطاقة الأرجنتيني كريستيان باركو. هنالك الأوروغواياني أيضا كان زميله مع أربيل مايكل كابريرا، انتقل للزوراء واليوم هو اللي سجل الهدف الوحيد أمام كربلاء بالنسبة لفريق الزوراء. ثنائي كان ممتاز الموسم السابق، والآن يتلقى البطاقة الصفراء كريستيان باركو، هو من صنع الهدف الوحيد بهذا اللقاء، وهو من سجل الهدف الوحيد بالجولة السابقة للشرطة من ركلة جزاء أمام فريق كربلاء مخالفة للقرمة. دقيقة 25. شوف الأجواء، الله على أجواء، وهذه اللقطة لملعب الجولان، ذلك بالأنبار الجميلة. سبق وأن لعبوا على أرضية ملعب الرمادي، بعدها تحولت إلى ملعب الجولان. شوف الأنبار، شوف جماليتها، وشوف اللقطة، وشوف الشوارع والناس الموجودين كلهم مستمتعين. تحية حب لكل محافظاتنا العزيزة، لكل جماهيرنا العاشقة والمحبة لكل الأندية. هي رسالة بأن تكون كل الجماهير متواجدة بكل المباريات، إن كانت بالشمال أو بالجنوب أو بالعاصمة. إذن مخالفة، ركلة حرة مباشرة من بعيد والتسديدة، لكن جلال حسن يتصدى. كرة كانت سهلة نوعا ما عن طريق اللاعب أحمد مكنزي. كرة تعود الآن بهذا التوقيت من اليمين، السرعة والراية موجودة، على ما أعتقد تدخل ومخالفة حاضرة لمصلحة فريق القرم. ابتسامة من صاحب الهدف فيدلس كوكو لاعب النيجيري، بذلك الكرة مرت. بالمناسبة فيدلس كوكو الموسم السابق سجل 18 هدف سجل الموسم السابق فيدلس كوكو برفقة فريق الغراف. هذه الكرة من اليسار، القوة والسرعة والمهارة، والكرة لا زالت لم تغادر. أحمد يحيى يقدم فاصل مهاري، والشرطة للثاني، والتسديدة لا زالت كريستيان الأرجنتيني، عرضية سريعة، لكن الكرة اصطدت. بعد ذلك أي مجهود فردي قدم اللاعب أحمد يحيى، أي مجهود فردي قدم أحمد يحيى، قدم لنا لقطة جميلة. القرمة لا زال يمتلك الرغبة بالبحث عن التعديل، وهو يمتلك العناصر، يمتلك الأدوات، يمتلك لاعبين جيدين، يمتلكون مدرب على مستوى عالي، يمتلك خبرة طويلة في دورينا، وحقق 3 ألقاب دوري. يعني نتكلم عن مؤمن سليمان. بعد لحظات من الآن ستنطلق صافرة بداية مباراة أربيل والقوة الجوية، بإمكانكم تشاهدونها عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، القناة العراقية الرياضية. كرة تصل من الجهة اليمنى لفريق القرمة، وهنا التحضير إلى سامويل أمادي 1 على 1 أمام من؟ أمام فيدلس كوكو وأحمد يحيى، لكن اختار أن يمرر، والكرة تصل بهذا التوقيت إلى كريستيان باركو. شوف أكثر الكرات استلاما بوسط الملعب أو بالخطوط الدفاعية دائما ما تشاهد اللاعب الأرجنتيني كريستيان باركو، إضافة جيدة تعتبر للقيثارة. إذا رمية جانبية، هدف مقابل لا شيء بالنسبة للشرطة. توجيهات، نظرة من هنا ومن هناك. يعلم تماما التونسي سامي الطرابلسي مدى صعوبة أن يقود فريق بحجم الشرطة. كرة تعود الآن إلى فريق القرمة، عالية الكرة رأسية وإبعاد، لكن أمور فيصل، والكرة تتحول إلى ضربة ركنية للبرتقالي لمصلحة القرمة على التنفيذ. والبرتقالية أي نعم متواجدة بصورة كبيرة في دورينا، ديالا، كهرباء، والقرمة هنا على التنفيذ. الكرة العالية خطيرة، لكن الإبعاد حاضر، وإلى رمية جانبية. المباراة تحتاج لخطوط هجومية نشطة من أجل الوصول، النشاط، تركيز. والكرة تصل الآن، بسام
والسرعة والبحث عن المساحات. بسام شاكر يدور مع الكرة، ليما يحاول بالواحد على واحد يمر، بسام يمرر إلى كريستيان باركو الأرجنتيني، يحاول أن يقف على كرته، لا زالت لكن يخسرها أمام النيجيري صامويل آمادي. تعود إلى وسط الملعب، أموري فيصل، تحضير اللعب بوسط الملعب، هنا القوة، هنا لمسة اليد على ما يبدو. نعم حاضرا زي ثامر يؤكدها على اللاعب ديوغو. كرة اللي صدت أو ارتطمت بيد لاعب فريق الشرطة. تنفذ الكرة، أنا ما أعتقد هو نعم دييغو هرنانديز. تصل مرة أخرى أو أحمد زيرو عفوا رقم 31، تصل من اليسار الآن، هذه للقرمة. تشعر بأن أكثر فترات المباراة الاستحواذ للقرمة، لكن تشعر بأن خطورة الشرطة عندما تكون الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة بسام شاكر يشكلون خطورة بالنسبة للخطوط الهجومية. هذه كرة للقرمة، أموري فيصل يحاول أن يجد المساحة بكرة تحولت من الطرف في الأيمن، صامويل آمادي لم تصل الكرة. بالتأكيد هذا شيء طبيعي، تشاهد الأمور صعبة على الطرفين، لازلنا بأول الجولات، الانسجام لا زال لم يكتمل بنسبة 100%، وكل الأمور تحتاج شوية جولات للدخول بالمود، الدخول بأجواء المباريات بصورة أكبر. نتحدث عن الجميع ليس فقط اللاعبين، المدربين، حتى نظرية الجماهير بالنسبة للجولات الأولى. الانطباعات الأولى لا زالت في بدايتهم. كرة من اليسار الآن، هذه انطلاقا لفريق الشرطة يحاول من خلالها، لكن كريستيان باركو يتحصل على المخالف. باركو ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول. الشرطة هدف والقرمة لا شيء. ننتظر الآن ماذا يخبئ لنا شوط اللقاء الأول. حسين علي بكرة نفذت بصورة سريعة، تبادل التمريرات الآن، الإرسال بصورة سريعة على مستوى الكرات العالية. الجيبولا يمرر الآن، تبادل النقلات، تبادل التمريرات بهذه الكرة العالية، البحث عن أمادي، صامويل آمادي من اليمين. النيجيري يستلم، يحاول بالواحد على واحد، هنا مواجهة خاصة والكرات العالية خطيرة الآن. جول! حلقت صقور الغربية القرمة، يقدمون واجب الضيافة للشرطة. اتركوهم يحلقون، عن المجد يبحثون، وللتاريخ كاتبون. الله 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 الله، عرضية مثالية من صامويل آمادي من نيجيريا إلى السنغال. بول باسين يسجل التعديل بالنسبة لصقور الغربية. تم إلغاء الهدف الأول بسبب التسلل، لكن أراد أن يعوض، أراد أن يضع بصمة الخاصة، وبذلك سجل هدف التعديل بالدقيقة 32. هذه عرضية آمادي ورأسية جميلة من بول باسين. نعم باغت اللاعب أحمد زيرو وسجل من رأسية جميلة بهذا التوقيت. هدف التعادل وزلزال على مدرجات ملعب الجولان، زلزال على مدرجات ملعب الجولان. هذه ردة الفعل للكادر الفني لفريق القرم. سلاح العرضيات هذا هو الخطير، كل الخطورة تصل من صامويل آمادي، وهدف التعادل يصل عن طريق السنغالي بول باسين. تساوت الكفتين الآن، عادت المباراة إلى نقطة البداية، تحدث كنتيجة وليس كمرور الوقت، وبذلك الكرة الآن أعطى دافع معنوي. هذا الهدف أعطاهم ثقة، أعطاهم رغبة، أعطاهم شغف، فهل يسجلون الثاني أو لا؟ العرضية السريعة وأحمد يحيى يتدخل بهذه الأثناء. اشتعلت الأجواء بملعب الجولان، اشتعلت الأجواء، لكن الشرطة السرعة الآن والقوة الجسمانية يتفوق هلو فائق وفهد طالب وعملية الإبعاد.
شوف الأهداف عندما تصل بالمباراة تغير أشياء كثيرة. يا ساتر يا ساتر، هذا كوكو سجل الهدف الأول بهذا اللقاء النيجيري فيدنس كوكو، ثم عدل للقرمة السنغالي بول باسي. هذه كرة لمصلحة القرمة. شوط اللقاء الأول لا زال لم ينتهي بعد. هل هنالك المزيد من الأهداف؟ هل يسجل القرمة هدف ثاني؟ هل يسجل الشرطة هدف ثاني؟ انطلق الخطير، انطلق القطار. صامويل آمادي النيجيري الخطير السريع يحاول يمرر تحضير، هنا تصويبة لكنها مرت إلى خارج الملعب. الله على الأجواء، الله على الأجواء المثالية، الأجواء الجميلة التي نشاهدها بأرضية ملعب الجولان. هنا القرمة وهنا الشرطة، هنا القيثارة وهنا الصقور. لمن تكون الكلمة الفاصلة ومن سيحصد النقاط الثلاث في هذا اللقاء الصعب؟ الآن أصبح صعبا على الطرفين، لكن عامل الأرض والجمهور يعطي القرمة أفضلية يعني بصورة قليلة. خلينا نشوف أجيبول الآن. ثقة الهدف لا زالت حاضرة بقلوب اللاعبين. كرة عالية، كلهم يبحثون عن آمادي. شوف طريقة اللعب واضحة، بأي جهة بأي مركز يستلم الكرة مباشرة تشاهدهم يبحثون عن اللاعب صامويل آمادي. هو المفتاح، هو الحل. بعد أن شاهدناه صنع هدف التعادل. الكرة لا زالت لم تغادر أو غادرت. حكم المساعد يؤكد بأنها غادرت. بول باسين قادم من نهضة بركان المغربي يبصم على أول أهداف، أول أهداف بدوري نجوم العراق. كرة من اليسار الآن، استعادة الكرة لفريق القرمة. لا زالت لأحمد مكنزي، سرعة متواجدة بهذا التوقيت، يحاول من خلالها عملية التحضير لمحمد أبو حشيش الأردني، والتحضير تمريرة لا زالت عالية، لكن البحث عن آمادي. آمادي بالواحد على واحد أمام أحمد يحيى. آمادي لا زال يحافظ على كرته، وهل هنالك مخالفة؟ نعم، هذه المرة مخالفة، ويجب أن يكون حذرا أحمد يحيى. هذا لاعب سريع ولديه بطاقة صفراء أيضا أحمد يحيى. تحدثنا بالبداية بأن ستكون مباراة صعبة على أحمد يحيى، وحتى اللاعب صامويل آمادي أيضا يمتلك بطاقة صفراء. هذه المرة الرابعة الالتحامات البدنية اللي حصلت ما بين اللاعبين. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، لا زالت قمة الجولة الثانية ضمن منافسات دورينا دوري نجوم العراق لموسم 2026-2027 مشتعلة المباراة. الله على أجواء هذه المباراة، شوف الجمهور، شوف كل الأمور مهيئة بالكامل للاستمتاع، لكن ننتظر المزيد من الأهداف. مكنزي على التنفيذ، محمد مكنزي قطاع التوجيهات لكل اللاعبين من الدول زي ثامر. الكرات العالية هل تبقى هي السلاح؟ صقور الغربية على التنفيذ. خلينا نشوف هذه كرة للقرمة، خطيرة خطيرة خطيرة، لكنها اصطدت وعادت بهذا التوقيت. صراعات بدنية، قوة جسمانية، اشتعلت أجواء توتر وغضب بالنسبة للاعبين. غضب للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوياتهم المعهودة. حديث من زيد ثامر، حكامنا المميزين دائما بالمناسبات والمباريات الصعبة تكون صافرته موجودة. إذن صافرة يؤكدها زيد ثامر بهذا التوقيت. بمناسبة الجولة القادمة ستنطلق يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة ضمن منافسات دورينا. شوف الألوان البرتقالية تنتشر على المدرجات، الكل ينادي قرمة قرمة قرمة، وجماهير القيثارة أيضا متواجدين بملعب الجولان وعبر أو خلف شاشات التلفاز. كل يؤازر والكل يتساءل بنفس التوقيت بأن يشاهدون فريق الشرطة يعود إلى منصات تتويج. يعني شيء غريب بالنسبة لمشجعين الشرطة. الموسم السابق أنهى بالمركز الثاني بعد أن تعودوا ل4 مواسم على التوالي هو بطل الدوري.
كرة تصل من اليمين الآن، تمريرة بهذا التوقيت. مخالفة كانت حاضرا من الموسم السابق، شاهدنا موسم استثنائي توج من خلاله فريق القوة الجوية باستحقاق. هذا هو بسام شاكر، سامي الطرابلسي المدرب التونسي مدرب فريق الشرطة. نظرات من الحيرة، وهنا كريستيان باركو بهذه اللحظات على التنفيذ. مخالفة للقيثارة، عالية الكرة داخل المنطقة، فهد طالب ينقض على كرته وبذلك يرسل كرة عالية على اليمين. صامويل آمادي أكثر لاعب تم ذكر اسمه بهذا اللقاء، أكثر لاعب شكل مصدر خطورة بهذا اللقاء برفقة اللاعب كريستيان باركو، يعني من أجل إعطاء أنصافه الخاص. كريستيان باركو الأرجنتيني لاعب الشرطة أكثر لاعب استلم برفقة آمادي. أيضا مخالفة الآن، بسام شاكر يتحصل على المخالفة بهذه اللحظات. أتمنى لبسام شاكر أن تمر هذه الأيام الصعبة، كلنا ذاهبين للباري عز وجل، ونتمنى بأن يعود إلى مستوياته المعهودة برفقة القيثارة. أيضا مخالفة بهذه اللحظات، مخالفة للشرطة. ليما هل يصوب بالمباشر من هذا المكان؟ الكرات الثابتة للأرجنتيني كريستيان باركو. باركو هل هي عرضية داخل منطقة الجزاء أو يسدد بالمباشر؟ أعتقد أنها بعيدة. لا، هي عرضية، هي عرضية، هي عرضية لا زالت للشرطة. وهنا التحضير، لكن عودة عن طريق اللاعب دييغو هرنانديز. تصل مرة أخرى آمادي والتمرير من اليمين وعملية البحث عن زميله بول باسي، لكن الكرة تعود لمصلحة الحارس جلال حسن، حارس وقائد منتخبنا الوطني جلال حسن. بعد أن كان مع الزوراء انتقل للشرطة، حارس الشرطة أحمد باسل هو من انتقل إلى الزوراء. كرة تصل بهذه اللحظات، بسام شاكر السرعة الحاضرة بالواحد على واحد الآن، يبحث عن الزميل، يمرر لكريستيان باركو، تبادل التمريرات، تبادل الحلول. الله 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 الله، كوكو يحاول، فيدلس كوكو الآن يمرر تمريرة سريعة لكريستيان باركو الأرجنتيني. عملية التحضير لحسين علي، حسين علي يحاول أن يجد الطريق. أحمد يحيى من اليسار، وبذلك التمريرة الدقائق الأربعة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي للشوط اللقاء الأول. بسام شاكر هل يضع بصمته لهدف ثاني للقيثارة؟ بسام، والكرة اللي اصطدت بهذا التوقيت لا زالت قائمة، عرضية سريعة. الله على الفكرة، الله على الفكرة وعلى الرشاقة وعلى الدقة باللقطة الماضية، لكنها تتحول إلى رمية تماس. فيدلس كوكو من قدم موسما مميزا الموسم السابق مع فريق الغراف. ننتظر الآن بهذه اللحظات، سبق أيضا واللاعب لنفط ميسان لفرسان المملكة. تنفذ الكرة بهذه اللحظات، تبادل التمريرات. الشرطة تقدم أولا، افتتح التسجيل عن طريق فيدلس كوكو، لكن القرمة وصل، وهنا القيثارة، هنا الشرطة، والكرة تتحول إلى ضربة ركنية. نعم، افتتح التسجيل فريق الشرطة، ثم عدل للقرمة بول باسين بعد عرضية متقنة من صامويل آمادي. الكرات الثابتة، هذا أجيبولا، يعني أصبحت رؤية واضحة لأجيبولا عن دورينا، وبذلك الكرات الثابتة للقيثارة. وفهد طالب، فهد طالب عملية الانقضاض على الكرة. مناسبة الموسم السابق الشرطة سجل 71 هدف، هو أقوى خط هجوم كان الموسم السابق، سجل 71 استقبل 29، والقرمة سجل 53 هدف واستقبل 26. يعني من النتائج الكبيرة، من النتائج الكبيرة اللي شاهدناها بالموسم السابق. الشرطة انتصر 7-1 على القاسم، والقرمة انتصر 4-0 على الكهرباء. وبالحديث عن مواجهات القرمة والكهرباء الجولة الثالثة، الجولة القادمة، القرمة سيواجه فريق الكهرباء. هذه لقطة الهدف الأول لفريق الشرطة بعد استلام بالقدم اليمنى وتسديد بالقدم اليسرى من فيدلس كوكو. هذه اللقطة، فالطالب يشكو من إصابة بهذه اللحظات، نتمنى له السلامة.
هل بإمكان المتابعة أو لا؟ الجولة الأولى شهدت 20 هدف سجلت للجولة الأولى. أفضل لاعب أربيل آكو حزير. وبالنسبة للمباريات اللي انتهت بها التعادل، يعني الشرطة تعادل، الزوراء تعادل، القوة الجوية تعادل. أما بالنسبة للطلبة فقد خسر أمام ديالى، وبالنسبة للقرمة أيضا تعادل أمام الموصل. ولا زلنا ننتظر آخر دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، وبعدها سندخل بالوقت البدل الضائع. هدف مقابل هدف، الشرطة هدف، القرمة هدف، بانتظار هذه اللحظات الأخيرة من شوط اللقاء الأول. هنا كرة تنفذ للصقور الغربية، ماكنزي تحضير على اليسار، خطير الآن من العرضيات، لكن الصافرة موجودة عن طريق الدولي زيد تامر. أموري فيصل موسم آخر مع فريق القرمة بعد أن كان بنادي الكهرباء. هذه اللقطة التحامات بدنية من أحمد ماكنزي وبسام شاكر، وبذلك المخالف الآن. كم دقيقة سيقدم الطاقم التحكيم؟ خلينا نشوف. هذه كرة ثابتة لصقور الغربية للقرمة، تلعب داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة وتتحول إلى ركلة مرمى للحارس جلال حسن. الآن كلا الحارسين تلقوا أهداف، فهد طالب وجلال. دقيقتان تمت إضافتها من زيد تامر، 120 ثانية على نهاية شوط اللقاء الأول. يعني شاهدنا بأغلب فترات المباراة استحواذ كان من ناحية فريق الشرطة، والخطورة أصبحت بسلاح العرضيات التي قدمها اللاعب صامويل آمادي من الطرف الأيمن. يعني جوانب تكتيكية كانت واضحة من المدرب مؤمن سليمان. بذلك الكرة تعود الآن من اليسار أو من يمين فريق الشرطة. تهدئة الأمور، آخر دقيقة متبقية. أنا ما أعتقد مؤمن سليمان وسامي طرابلسي شوط اللقاء الثاني، شوط المدربين، سنشاهد أسماء جديدة تتم إضافتها، ونشاهد أيضا طريقة لعب متغيرة بعد أن انكشفت الأوراق نسبيا بشوط اللقاء الأول. سلاح الكرات العالية بدأ واضحا للقرمة، وسلاح الجهة اليمنى لبسام شاكر أيضا أصبح واضحا بشوط اللقاء الأول. كرة تلعب من اليسار، الثواني الأخيرة، وضربة ركنية قد تكون هي الأخيرة لهذا الشوط. الإبعاد، هذا هو اللاعب الفنزويلي روبن راميريز، لاعب من فنزويلا، كذلك دييغو هرنانديز من كولومبيا، كريستيان باركو من الأرجنتين. جنسيات عديدة متواجدة بدورينا، دوري نجوم العراق. ضربة ركنية الآن، آخر كرة بشوط اللقاء الأول. أموري فيصل وحديث مع الزملاء المتواجدين داخل منطقة الجزاء. أموري فيصل، هل سلاح الكرات الثابتة تظهر بهذه الأوقات الأخيرة من هذا الشوط؟ إذن أموري فيصل، هذه على طريقة الأرسنال هنالك بالدوري الإنجليزي، القرمة كرة عالية الآن، لكن أحمد يحيى وعملية الإبعاد. شوف كانوا متراجعين لمحاذاة القائم الأيسر لحارس المرمى جلال حسن، ثم بلحظة دفعوا داخل البوكس. الآن نشاهد أموري فيصل مرة أخرى بنفس الطريقة بنفس الكيفية، لكن عملية الإبعاد، ومعها صافرة من الدولي زيد ثامر للإعلان عن نهاية شوط اللقاء الأول. فريقين حبايب بهذا الشوط. هدف سجل لفريق الشرطة عن طريق اللاعب النيجيري فريدريس كوكو، وبعدها تم تعديل النتيجة للقرمة عن طريق السنغالي بول باسي. استراحة قصيرة ثم العودة بشوط اللقاء الثاني. العودة بالصوت والصورة للزميلة العزيزة فاطمة قاسم، لك الكلمة، تفضلي. شكرا للزميل حسين سمير. إذا ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في قمة هذا المساء ما بين القرمة والشرطة. بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. إذا نتحدث أكثر حول الشوط الأول الذي كان فنيا مبهرا حقيقة ما بين الفريقين. شاهدنا الكثير من المحاولات للتسجيل وأيضا هدفين سجلهما الفريقين في هذا الشوط الأول. كان في بداية المباراة عند الدقيقة الرابعة للاعب كوكو لاعب فريق الشرطة، ثم بعدها شاهدنا هدفا ألغي بداية تسلل لصامويل أمادي، ثم ذات اللاعب صنع فرصة هدف لبول باسيم في الشوط الأول في تقريبا عند الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. نعود أكيد إلى الكباتن محلل القنوات العراقية الرياضية كابتن سعد. يعني إحنا شاهدنا في مباراة فنيا رائعة، فرص كثيرة، أهداف جميلة. قد يكون الملعب، إضاءة الملعب ربما هذا الشيء السلبي الوحيد في هذا المساء. شوف فاطمه، شاهدنا يمكن الشوط اول جميل جدا، يعني اكو امور فنيه تكتيكيه كثير المدربين يعني من خلال يمكن شوط اول يعني شاهدنا يمكن اول 4 دقائق هدف يعني في بدايه المباراه اكيد تعطيك فد دافع كبير. الفريق يريد يحافظ على الهدف اللي سجله والفريق الاخر يريد يعوض ما فات. يعني بس لو طلعنا الهدف الاول يعني سيد الاخ الموجود طلعنا الهدف الاول، شو بعض الاحيان احنا نعم بعض مدرب يقول لك انا ابني من الخلف، عمليه البناء من الخلف، لكن مو بهاي الصيغه. شوفي ضغط الشرطه، خلي يعيد لنا من البدايه. هنا اوقف هنا اوقف. شوفي الان الشرطه ضغط على كم لاعب؟ 5 لاعبين من الشرطه، 3 لاعبين هو محمد الباقر، جيبوله وقوفه بمكان خطر جدا. نعم. يعني هذا المكان اي خطا تخطئ قطع الكره من عنده. كوكو في وضع جيد للتسجيل. يعني احنا نعم مدرب يريد انك تبني من الخلف، لكن انت كلاعب الامور بيدك. نعم. انا اشوف اذا الوضع يعني لاعبين ضغط عليه بشكل كبير جدا، واحنا تكلمنا بعض الاحيان نتكلم انه التحرك الجماعي والمنظم، الضغط الموجه الى جهه معينه، هذا ما عملها الشرطه. يعني الان كره الى جيبوله، ضغط على جيبوله، راحت باركو بلمسه واحده. كوكو عمل تموين بشكل افضل، تسديد ايضا دخل ارتطمت برجل محمد الباقر وراحت لهدف. نعم. احنا بعض الاحيان لاعبين لا نبالغ انه في عمليه البناء، احنا مو الانديه الاوروبيه على مستوى عالي، يعني الانديه الاوروبيه هم تخطئ، هم لاعبين حاله تخطئ. انت الان انت كلاعب انت شاهد قلب دفاع، الشاهد الامور كلها يهمك. اكو ضغط جماعي من فريق الشرطه. انت ما اختار الحل الخطا بالضبط. هو مفترض مباشره يستدير ويروح بالمكان الفراغ. هو وين استلم كره ودخل لمنطقه الجزاء. هاي انت دخلت على المنطقه التسجيل، منطقه خطره مالتك. انت لو مستغل شغله واحده، واحد فتح منطقه يعني جهه وابعاد كره، المدرب ما راح يقول لك لا ليش سويته، لان انت اول شيء مضغوط ب5 لاعبين ضاغطيك في منطقه معينه، هم رادوا يوجهون الضغط في هذا الاتجاه ونجح الشرطه نجح في هذا الامر. نعم. وجه الضغط بشكل كبير جدا، قطع الكره وتسجيل. لا نبقى نبالغ انه نبني اكيد. رجع بعدها القرمه يبحثون عن لاعب واحد. اليوم اموري ما كان يعني ما ادى ادوار جيده. نعم. في هذا اعتمدوا على امادي. صامويل امادي اعتمدوا عليه، ودائما يبحثون على اللاعب. فريق القرمه يبحثون على اللاعب، لاعب مهاري، قوه، تكنيك عالي. والهدف اللي صار في دقيقه 32 يمكن هم عمليه التمويل بشكل افضل. نعم. دوران كروس بشكل مثالي جدا. الشيء الثاني نتكلم عنه يمكن كابتن علي، الهدف اللي صار الشرطه هذا ما ياخذ احمد زيرو، هذا مهاجم. نعم. هذا مهاجم. نعم احنا بعض الاحيان الظهير يسار والظهير يمين يغطي في بعض الاحيان، لكن قلوب الدفاع مهمتهم واحد يغطي مع هذا اللاعب فاليري باسين، اضافه الى اللاعب الظهير يمين يبقى لاعب مساند. هذا الخطا اللي صار في نادي الشرطه في هذا الشوط، تسجيل هدف نادي القرمه. نعم. بول هو سجل في البدايه لكن الغي بداعي التسلل، ثم عاد مجددا باسسمنت صامويل أمادي ليسجل هدف التقدم للفريق. المباراه الشوط الاول برمته بالتاكيد هو شوط تكتيكي بحت. يعني اليوم شفنا شوط حقيقه مليء بحالات تكتيكيه كبيره. المدربين فرضوا اساليبهم من اجل ان يظهر للاخر انه امكانيته الفنيه مميزه. نعم. رجع لي الهدف نفسه، هذا الهدف اذا امكن حتى نشرح عليه بشكل اوفى وادق.
في كثير من المباريات او الانديه انه اجبار اللاعب على البناء من الخلف تحت الضغط العالي واجب اساسي ومهم جدا لدى المدرب، حتى ولو اخطا مره مرتين ثلاثه، لكن في بعض الانديه الخطا لا يتحمل، صعب جدا، لذلك يقول لك اللعب الطويل هو اللعب الامثل والاسهل حتى فعلا. تامن يعني عاقبه او هناك عوامل معينه يمكن البدء بالهجمه، يعني في حالات لا تستطيع ان تبدا عندما لا يكون هناك ضغط عالي بمنطقتك. انت الان تبدا مرتاح الجزاء بمنطقه الجزاء بمكان رجع لي دقيقه 4 اذا امكن حاله الهدف لفريق نادي الشرطه. شوف هنا المساله هذا دقيقه 8 دقيقه 4 حالة التمركز لمحمد الباقر. شوف محمد الباقر هو حرج نفسه بهذا المكان، انت ليش تخلي مكانك؟ عيدها من البدايه الكره اذا امكن من البدايه قبل لا تجي تجيب بوله. ايش راح يكون هناك؟ شوف فريق القرمه فاتح الملعب بشكل طبيعي تلقائي جدا. ايش منتظر الكره منين؟ من محمد الباقر اللي اخذ الكره على قدمه الضعيفه، المفترض هو قدمه اللي يكون اقوى، لذلك الضغط العالي من باركو كان له دور. الان هنا وقف هنا المفترض شو يسوي؟ جيبولا يندار مباشره، ينقل اللعب للمكان الاخر. هو استلامه هنا خاطئ جدا، استلامه بالاصل لم يكن بدقه عاليه تجاه اللاعب، كان هناك ضغط عالي، حركة مميزة من كوكو، سجل هدف، وهذا ما يبغى كل مهاجم. لذلك انه الضغط العالي، التمركز غير صحيح، كل هذه الامور يمكن ادت الى تسجيل نادي الشرطة لهدف. ممكن فرصة بسام كانت بالاحرى ان تسجل هدف ايضا، كان مميز باحدى الفرص، لكن المباراة ما انطتنا فرص كثيرة، انطتنا حالات لعب جيدة، حالات يسموها تكتيكيه، اراد المدرب ان يسيطر على الملعب، سواء كان سامي الطرابلسي او مؤمن سامي استحوذ على جزء من المباراه او الشوط. مؤمن عاد بالمباراه بعد ان فعل اطرافه، لانه هو بالواحد 4-4-2 من اللي يشتغل؟ يشتغل الطرف. شاهدنا امادو وين يروح للطرف اليميني، يدخل بمكانه باسين يسجل او يكون خطر. هذه الكره لو تركها اموري كانت حقيقه هدف. وهذا اللاعب مميز من حالته الاولى. الهدف اللي صار، انطينا الهدف لفريق نادي القرمه، تمركز خاطئ من دفاعات نادي الشرطه جمله وتفصيلا. احمد زيرو الوحده اللي مدافع يمين يجي يمسك مهاجم قلب الهجوم، صعب جدا. شوف وين ميثم وين احمد جاب اللحظات الاخيره، وين المدافع الان وياه احمد يحيى قريب عليه. شوف هناك المفترض ميثم يرجع هناك كمهاجم كمدافع قلب دفاع، ميثم قاعد يتمشى للاسف الشديد. لذلك انا اشوف انه الاخطاء هي اللي يمكن ساهمت بشكل كبير جدا بتسجيل الاهداف، لكن بالمجمل انه هنالك ضغط، هنالك حاله اداء مميزه من قبل الفريقين يريدون يسجلون، يريدون يكونون هم الاوفر حظا، لكن بالمجمل قلنا انه ملعب جميل لكن بحاجه الى اناره مميزه. احنا عانينا بشكل كبير جدا خصوصا بغرفه المشاهده، صحيح، من انه الكره يمكن هذه الشاشه جيده بالنسبه لنا، لكن الشاشه الموجوده بالغرفه لا ما كانت بالشكل الملائم. ما نشوف اللي هي شاشه المشاهد نفسها، يعني هي شاشه ما نشوف المباراه بشكل ادق، خصوصا المرمى الكابتن فهد كله اظلم. لذلك اتمنى من الاخوه العاملين على ملعب نادي جولان حقيقه يعدلون هذه الخطأ أو هذه المعضلة بشكل أدق، وهم أهل لذلك. يعني احنا تكلمنا عن هذا الموضوع أيضا قبل المباراة، وتكلمنا عن الأندية المحافظات والأندية التي تلعب الآن حديثا في دوري نجوم العراق، يعني فربما يعني فاتتهم موضوع الإضاءة. لا هي من الموسم الماضي اكيد، يمكن ترى هو ملعب ممتاز، حتى الغرف المنازع مالته جيده، لكن هاي الاناره مشكله اذا ما تكون اناره بشكل افضل بشكل كبير جدا، يعني للاعبين وللمدربين ايضا على دكه البدلاء، وحتى اللي شاهد على التلفزيون. صحيح، يجب ان تكون هناك اناره بشكل افضل. نرجع يعني شوط كان مثالي جدا. بعض الاحيان فاطمه شوف احنا نبحث عن، يعني لا نبقى على ستايل واحد. احنا مثلا القرمه الان يبحث على امادي، نعم، الكره في جهه اليمين، يعني يبدي بعمليه البناء
وتحويل الكرات الى فاليري باسين. لازم يجب ان يكون هناك تنوع في عمليه الهجوم. يعني بعض الاحيان ما شاهدنا اليوم احد سدد على المرمى، ماكو تسديد. يعني بعض الاحيان تنغلق عندك المساحات. نعم. تنغلق عندك المساحات، الكرات بعض الاحيان امادي عليه ضغط قوي من قبل اللاعبين. اموري في الجهه الثانيه ايضا ضغط. يعني شلون يجب ان يكون هناك حل من الحلول. الحل الفردي لازم يجب ان يكون موجود، التسديد بشكل جيد، الكرات الثابته. يعني شاهدنا يمكن كرة ثابته للفريق القرمه ما استفادنا من عندها بنفس الاسلوب، نفذت بعد المدافع. هناك يجب ان يكون عمليه يعني شلون نقول تنوع بعمليه الهجوم، استحواذ على الكره بشكل افضل. احنا ليش نستحوذ على الكره؟ الفريق ليش يستحوذ على الكره؟ استحوذ على الكره على مود اعطي فرصه للاعبين يروحون لفريق الملعب المنافس ويصير عنده عده حلول. نعم. يعني بعض الاحيان انت اليوم فالير باسين محطه جيده متلعب له كره، يعني من يكون قريب عليه. اما لاعب يوسط ينزلون صحيح. اللي هو امادي او اسمه اموري او احد لاعبي الوسط جيبولا او ابراهيم سعاده يكونون قريبين عليه على مود يكون عندهم عمليه منظمه في عمليه انهاء الهجمه. هاي ما قاعد تصير، نبحث عن لاعب واحد هو اللي يسوي الحلول. بالمقابل ايضا نبحث عن كوكو. نعم. بالكرات المرتده السريعه، لان لاعب عنده امكانيه بالسبرنت القوي. فهذا انت بعض الاحيان عندك مدافع قوي هم عنده سرعات، شلون هذا اللاعب يمسك. اكو بعض الاحيان تبني في جهه، يعني تعمل على بناء الهجمه من جهه وانت مفكر وين الجهه الثانيه يجب ان يكون فيها لاعب جاهز للهجمه، جاهز في تغيير. بعض الاحيان تغيير اكو عند الانديه بعض اللاعبين يقدر يغير من مكان الى مكان بعيد. نعم. هذا المطلوب، لكن انا انتظر انه ابحث عن لاعب واحد في بناء الهجمه اعتقد هتكون مشكله كبيره. امر صعب جدا. طيب الان القرمه باعتباره هو الذي لديه ضغط اكبر في هذه المباراه سيعتمد بالتاكيد على لاعبيه البدلاء في الشوط الثاني. يعني لدينا الكثير من الخيارات، مؤمل عبد الرضا وقاع رمضان وغيرها من الخيارات اللي ممكن يستعين بها المدرب مؤمن. بالتاكيد هذا سلاح كل مدرب. الشوط الثاني بالتاكيد الحاله الامثل انه اقرا الفريق المنافس، شنو نقاط القوه والضعف، شنو اللي كان يعني من الممكن انه يكون مجدي لتسجيل نادي القرمه. طبعا الخلل واضح في دفاعات نادي الشرطه، قلوب الدفاع صحيح استغلهم بشكل جيد. لاعبي الوسط الارتكاز، الشرطه لعب لاعب وسط ارتكاز واحد، لذلك بسام مو لاعب وسط ولا باركو لاعب وسط ارتكاز، لذلك هم يعتمد على هرنانديز كلاعب وسط وحيد. اي انه الاغلبيه والغلبه للكثره العدديه. الشيء الامثل انه ادخل اموري في بعض الاحيان للوسط، ماكنزي للوسط حتى عمل زياده عدديه، لان هسه الان 2 ضد 2. نعم. كل الحالات ممكن في بعض الاحيان بسام يكون نقطة تحول ينتقل لجهة اليمين أو اليسار. نعم. لذلك الشرطة شاهدنا في أغلب الحالات هو المتميز. أنا أشوف أنه عملية التبادل المراكز أو اللامركزية نعم. في الأداء ممكن تكون جيدة إذا ما كان هناك تبديل من دكة البدلاء. طيب خلينا ننتقل الآن إلى مجريات الشوط الثاني مع زميل حسين سمير في التعليق. إليك زميلي حسين. شكرا للزميلة فاطمة قاسم ولضيفيك الكريمين. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نجدد التحية أنا وإياكم. وصلنا لشوط اللقاء الثاني بعد أن انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي، وهنا أول محاولات شوط اللقاء الثاني لفريق القرمة، صقور الغربية والقيثارة. لشوط المدربين الآن بالنسبة لمؤمن سليمان وسامي الطرابلسي، لنشاهد ما هي الخيارات الفنية بالنسبة لإضافة الدماء الجديدة لتنشيط الفريق، وبالنسبة لأيضا تغيير شكل والرسم التكتيكي لكلا الطرفين. هنا نقلة بوسط الملعب، البرتقالي صاحب الأرض والجمهور، هل يفعلها بهذا اللقاء ويسجل أول انتصار تاريخي في تاريخ مواجهات الفريقين، أم سيبقى للشرطة نفس الرأي وهو انتصارين وتعادلين من 4 مواجهات سابقة بين الفريقين؟ لنشاهد أنا وإياكم مشاهدينا متابعينا شوط اللقاء الثاني، ماذا يخبئ لنا من أسرار، ما هي المفاجآت الذي تنتظرنا بشوط اللقاء الثاني هنا من أرض الأنبار، من ملعب الجولان، من هذه المسرح الكروي الجميل بالنسبة لقمة القمم لحساب الجولة
الثانية ضمن منافسات دورينا دوري نجوم العراق لهذا الموسم الجديد موسم 2026-2027. مؤمن سليمان يواجه فريقه السابق اليوم ويبحث عن انتصار بعد أن واجههم الموسم السابق وتعادل بنتيجة 1-1. أيمن حسين من ركلة جزاء، ليونيل أتيبة من ركلة جزاء على هذا الملعب ملعب الجولان بكرة لا زالت. وبالتحديد أيضا بالحديث عن هذا الملعب، يوم أمس احتضن لقاء الجولان والكرخ اللي انتصر من خلاله فريق الجولان بهدف نظيف بالدقيقة 87 عن طريق اللاعب حارث ضياء. وأيضا هذا الملعب سيحتضن لقاء الشرطة والجولان الجولة القادمة. كرة تلعب من الطرف الأيمن. الآن الأمور مختلفة، الآن التغييرات يجب أن تكون حاضرة بالدقائق المقبلة. الآن الصيحات الحاضرة على المدرجات، المؤازرة والتشجيع، وبذلك 45 دقيقة ستكون طويلة على الطرفين. وهنا عملية الإبعاد، بسام شاكر المتواجد هنا وعملية قطع الكرة. بعد ذلك اصطدت مواجهة أمام من؟ أمام أجيبولا أو اللاعب السنغالي صاحب هدف التعادل بول باسين. كرة تعود الآن لفريق القرمة بالشوط الثاني والبداية القوية. أموري فيصل الآن تمريرة أرضية لا زالت لمكنزي. أحمد مكنزي يحاول بعرضية خطيرة، تسديدة وحارس المرمى يتصدر. جلال حسن خبرة السنوات، صاحب 35 سنة، 9 مواسم مع الزوراء، سبق وأن لعب لأمانة بغداد وأربيل وكربلاء، وأيضا سبق وأن مثل الشرطة ب 2014. تعود الكرة من الطرف الأيسر الآن للقيثارة. عاشقين ومحبين الشرطة ينتظرون عبر شاشات التلفاز، وأيضا منهم من تواجد بملعب الجولان. كرة تعود الآن بهذه اللحظات. أموري فيصل، السرعة يبحث عن السرعة أموري، وانتظار الجهة اليسرى مكنزي والواح. الله 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 الله، مكنزي عدى، مكنزي مر، مكنزي يتلاعب، الثاني قريب للصقور، صقور الغربية. أمادي يمرر إلى أجيبولا، لا زالت خطيرة هنا السرعة والتحضير على اليسار. العرضية وين؟ تأخر بول باسين السنغالي إلى الأردني. محمد أبو حشيش يحاول أن يجد الطريق، بل تأخر بصناعة الهجمة. وهنا بسام يتلاعب، بسام عدى، بسام يبحث عن كرة سريعة من اليسار خطيرة. عبد الله باسم مواجهة أمام كرار، ولا زالت لكن يتفوق القائد كرار عامر يتفوق باللقطة الماضية. بالمناسبة موسم آخر من كرار عامر، سبق وأن كان لاعبا للطلبة، لعب للنصر الكويتي، وأيضا لعب للشرطة. هو من اللاعبين المتواجدين بهذا اللقاء اللي مثلوا الفريقين. هذا مكنزي، والعرضية كانت تبحث عن تسديدة، ووصلت تسديدة اللاعب صامويل أمادي، لكن تصدى لها الحارس جلال حسن. الشرطة وعشاقهم القرمة ومحبيهم ينتظرون الشوط الثاني، من يخطف النقاط الثلاث. كرة من اليسار الآن لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة للشرطة وكرار بالإبعاد. متابعة اللعب وإلى رمية جانبية بالنسبة لفريق الشرطة. هذا حسين علي، الانتظار كل الانتظار بالنسبة لهذا اللقاء. سبق وأن لعب للصفاقسي التونسي وللزوراء وقطر القطري وأمانة بغداد. أيضا لعب في فترة من الفترات مع شباب القوة الجوية وأمانة بغداد. إذا رمية تماس تنفذ بصورة سريعة من الطرف في الأيسر. تبادل التمريرات، نقلة أولى وثانية، خذوا هات أو 1-2 مثل ما نسميها بلهجتنا العامية، 1-2 أو 1-2، يعني كل الأسماء أن تشابهت هو المعنى واحد. هنا خاطئة والهدف قريب، الثاني قريب. الله الله الله، جول أموري 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 فيصل، والثاني بشباك القيثارة. حلقت مرة أخرى صقور الغربية، وهدف ثاني. لا 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 تلعب بالنار، لا تلعب بالنار أمام الأمير، فهو ينتظر عرش الأمراء ليسجل هدف ثاني. شوف الثقة العالية من روبن راميريز اللاعب الفنزويلي، لكن أموري فيصل يا سلام يا سلام يا سلام. شوف المرور وشوف الهدف وشوف الإنهاء، شوف الفينش في غاية الهدوء. يا ولد الله عليك أموري، الله عليك أموري.
الفتى الذهبي لصقور الغربية. هدف ثاني لمصلحة القرمة. بداية قوية من بداية شوط اللقاء الثاني، وبذلك هدف ثاني لفريق القرمة. هي نعم بطاقة صفراء مجانية يتحصل عليها أمور فيصل، لكن دائما عندما تسأل اللاعبين خارج الملعب يقول لك أحلى البطاقات الصفراء اللي أتلقاها هي عند تسجيل هدف وأخلع القميص. إذن هدفين مقابل هدف. الشرطة الآن بعد أن كان متقدما أصبحوا متأخرين. القيثارة تعاني، وهنا الكرة بوسط الملعب. فيدنس كوكو يتحصل على مخالفة. قيثارة وجماهيره بتنتظر العودة بعد أن كانوا متقدمين. يا كرة القدم كم هي متقلبة، وبفترة من الفترات تكون متقدم بعدها تصبح متأخر. إذن هي بطاقة أي نعم على أمور فيصل صاحب الهدف الثاني. أخطاء دفاعية كانت حاضرة من اللاعب الفنزويلي روبن راميريز اللي خطأ بالتمرير. كريستيان باركو، حسين علي، من سينفذ من هذا المكان؟ الأرجنتيني كريستيان باركو، والكرة اصطدت. بعد ذلك تعود من الطرف في الأيمن. الآن الصراعات الجسمانية أو الصراعات البدنية، والكرة ركلة مرمى. ماذا حصل لروبن راميريز الفنزويلي؟ انظار من سامي طرابلسي. ماذا ستفعل بهذه الأوقات الصعبة؟ أوقات صعبة وحرجة على المدرب التونسي. ننتظر الآن جماهير القرمة على المدرجات. تنتشر الألوان البرتقالية بمدرجات ملعب الجولان. الله 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 على اللقطة. كل أبناء محافظة الأنبار. اي نعم، لكن هنا الضغط للبحث عن هدف ثالث، وهنا جلال حسن. جلال حسن يعني يمتلكون نادي الجولان، يمتلكون القرمة، لديهم أيضا نادي الرمادي، لكن من يتواجد الآن بالتوقيت الحالي بدوري نجوم العراق القرمة والجولاء. الكرة تحولت إلى رمية تماس، رمية جانبية الآن. الانتظار، كل الانتظار في نفس التوقيت. الآن أيضا تقام مباراة أربيل والقوة الجوية اللي لا زالت من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. أجيبولا في غاية الهدوء يختار العودة على الطرف الأيمن بالنسبة لفريق القرمة. تبادل النقلات، عودة للخط الدفاعي لبناء اللعب، لبناء الهجمات. كرة تصل إلى محمد أبو حشيش اللاعب الأردني. تمريرة لا زالت قائمة بهذه الأثناء. محمد أبو حشيش يبحث من خلالها لزملاء بالوسط أجيبولا. بعد ذلك تعود مرة أخرى على اليمين. تبادل النقلات، شوف الثقة اللي كسبها لاعبين القرمة بعد إضافتهم أو تسجيلهم هدف ثاني. هم كانوا متأخرين بفارق هدف، كانت النتيجة 1-0 بالشوط الأول، بعدها انقلبت وتغيرت الأمور. هنا كرة ورأسية عن طريق اللاعب دييغو هرنانديز اللاعب الكولومبي، بعدها تعود لمصلحة فريق الشرطة. لا زالت قائمة. أحمد يحيى يتحصل على رمية جانبي. القرمة الموسم السابق انهى بالمركز الخامس برصيد 65 نقطة، لكن الشرطة كان بالمركز الثاني برصيد 82 نقطة. أيضا بطاقة صفراء. أثير هذه اللقطة، الكرة تحولت إلى رمية تماس. الكرة هي من تحولت إلى رمية جانبي. أثير صالح هو تحصل على البطاقة الصفراء اللاعب البديل. هنا كرة من اليسار، انطلاقة لا زالت بالنسبة للشرطة للتعادل، يبحث عن التعديل، لكن محمد أبو حشيش بعملية إبعاد الخطر بهذه اللحظات. السرعة اللي لا زالت لاستغلال المساحات، وبعدها العودة لحارس المرمى جلال حسن. جلال حسن يرسل كرة سريعة بهذا التوقيت، وهنا تجاوزت خط المنتصف. الأمور نوعا ما أصبحت صعبة على الشرطة، لكن لا زال هنالك توقيت مبكر، لا زلنا بالتوقيت المبكر، لكن القرمة أكثر هدوءا الآن، أكثر سيطرة الآن، كسبوا ثقة بعد تسجيلهم هدف ثاني. ماذا سيفعل الشرطة؟ لنشاهد سامي الطرابلسي ماذا سيفعل بهذا الشوط الثاني، وماذا سيقدم من تغييرات وإضافات
للبحث عن التعديل. كرة لمصلحة كريستيان باركو، هذه للأرجنتيني، سريع الكرة، بحث عن بسام لكن لم تصل لبسام شاكر، بل عادت إلى أجيبولا من اليمين. كرر عامر والتشتيت الخطر يشتتها لتعود مرة أخرى بالوسط. أموري فيصل صاحب الهدف الثاني. إبراهيم سعادة يمرر تمريرة طويلة لكن يستعيدها مواطنا محمد أبو حشيش. عالية الكرة من اليسار الآن، الاستلام والترويض، الكنترول. هل هنالك عملية دفع من الخلف؟ نعم، يؤكد مخالفة الدولي زيد ثامر على المدافع ميثم جبار. بالنسبة للاعب فريق الشرطة، اللاعبين اللي مثلوا الزوراء، هو قادم من الزوراء، سبق لعب للقوة الجوية والآن مع الشرطة. ميثم جبار، ايضا أموري فيصل هو اللي سجل الهدف الثاني لفريق القرمة. تعود الكرة لمحمد أبو حشيش، انتظار تغيير اللعب من الطرف في الأيمن للأيسر. هذه خطيرة، هذا إبراهيم والتسديدة من اللاعب بول باسين والكرة تمر. خطيرة كانت بعد عرضية إبراهيم سعادة من الأردني إلى السنغالي بكرة عالية في هذا التوقيت، رأسية. بعد ذلك تعود مرة أخرى، وهنا أمور فيصل على الطرف الأيسر، بذلك ماكنزي يحاول أن يجد المساحة لكنها غادرت إلى خارج الملعب. هذا أحمد زيرو من الطرف في الأيمن، من هنالك الجهة المقابلة أحمد يحيى، والكرة تصل لمصلحة ميثم جبار. يختار العودة إلى دييغو هرنانديز. دييغو، البحث عن التمريرة الأرضية من اليسار، سرعة حاضرة، الدقة بالتمرير موجودة، لكن الفينش، الإنهاء، العبور والعرضية، لكن الكرة تتحول إلى ضربة ركنية. كرر عامر هو من تدخل باللقطة الماضية. شوف يعني الحصائل بالموسم السابق لا زالت حتى الآن، لا زلنا بالجولات الأولى لم تكشف كل الأمور. نتكلم عن نادي الشرطة الموسم السابق اللي سجل 71 هدف، وأكثر نادي سجل أهداف، اللي فاز ب 25 مباراة لكن خسر ب6 لقاءات. هنا الضربة الركنية، عالية الكرة، خطيرة لكن الإبعاد حاضر بهذا التوقيت. شوف كل الكرات، هي الكرة تبحث عن بول باسين اللاعب السنغالي صاحب الهدف اللي سجل هدف التعادل اليوم. يطالب الجماهير بالمؤازرة والتشجيع، يطالب جماهير القرمة بأن تكون متواجدة بصورة كبيرة على المدرجات. إذن الشرطة لم تخسر بعد، والقرمة لم تنتصر بعد، والمباراة لم تنتهي، لا زال هنالك الكثير والكثير. الكرة تعود الآن لمصلحة فهد طالب، فهد يمرر من اليسار لمصلحة ماكنزي، تمرير على اليسار، محمد أبو حشيش. أموري يطلب الكرة بهذا التوقيت، هذا أموري فيصل يبحث بهذه المساحات. يا الله 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 الله، هل يصوب؟ لكن تسديدة بعيدة يا أمور. شوف هو يمر بصورة جميلة ويتلاعب، لكن تسديدة من هذا المكان كان قرارا متسرعا وغير راضي. مؤمن سليمان متقدم على الشرطة اليوم. تالي 0 ايدي ترد، بيدي زراعتك يا ورد والغير تلقى الرائحة. اي والله بيدي زراعتك يا ورد. اليوم مؤمن من كتب مجد والقاب وانجازات مع القيثارة اليوم يتقدم عليهم بالنتيجة. هكذا هي كرة القدم، كرة تصل بوسط الملعب عن طريق لاعبي فريق القرمة. الاستلام ولكن ميثم جبار، ومخالفة أخرى يرتكبها ميثم بهذه اللحظات. زيد ثامر حكم اللقاء الدولي يؤكد هذه المخالفة بهذا التوقيت. تغييرات قادمة، ماكنزي يغادر، سجاد جاسم يشار، أيضا هو كان لاعبا للشرطة. شوف هذه المشاعر، يعني هي مشاعر مختلطة ما بين الفرح، ما بين الذكريات، ما بين الأيام الجميلة. هنا كرة من الجهة اليسرى، سجاد يستلم هذه الكرة بهذا التوقيت، لكن الكرة تعود. هو موسم آخر، اي نعم، انتقل من الشرطة إلى القرمة الموسم السابق اللاعب سجاد جاسم. تعود الكرة لفهد طالب،
نقلة من الطرف الأيسر. بهذا التوقيت تبادل التمريرات لفريق القرمة. سجاد وثاني اللمسات من البديل بعد أن غادر أحمد مكنزي يشارك سجاد جاسم. كرة تعود مرة أخرى إلى أجيبولا. أجيبولا إلى سجاد. تبادل التمريرات تبادل النقلات. القرمة الآن يسيطر بنفسية اللاعبين بثقتهم العالية بعد أن سجلوا الهدف الثاني، لكن الشرطة هل يهدؤون بهذه اللحظات؟ لنشاهد الآن هذه الكرة للقرمة سريعة الآن وعملية تشتيت الخطر حاضرة بهذا التوقيت. تدخل موجود. بول باسين السنغالي بول، لكن الكرة تعود مرة أخرى لحسين علي. تهدئة الأوضاع تهدئة الأمور، وهنا نقلة من ميثم جبار. تعود الكرة من الطرف الأيسر لفريق الشرطة. تقريبا 28 دقيقة متبقية على النهاية. هنا الكرة للقيثارة، هذه للشرطة يحاول للوصول إلى التعادل، لكن كرار عامر يتدخل. كرار يتدخل بهذه اللحظات. كرار عامر ضربة ركنية للشرطة. لم ولن حتى هذه اللحظة ترفع الراية البيضاء الشرطة. لا زال هنالك أوقات كثيرة. كريستيان باركو، لكن القرمة إذا سجل هدف ثالث الأمور تكون جدا صعبة. هذه كرة لمصلحة الشرطة للقيثارة، خطيرة خطيرة خطيرة، لكنها أبعدت إلى خارج الملعب. أوه سلامات 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 للاعب الشرطة. شوفوا بالإعادة هذه الزاوية نوعا ما غير واضحة. كرة مرت إلى خارج الملعب على اللاعب أحمد يحيى. هلو فائق بالرقم 77 استئناف اللعب. الله شوف اللقطة شوف اللقطة. جماهير القرمة على مدرجات ملعب الجولان. والله الله 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 مبين وجههم اللوني رمادي. أسحن شوقي وانثرلي رمادي عراقي الأصل والمولد. رمادي أهل نخوة وأهل طيبة وحمية. هذه لكل أهالي الأنبار والرمادي. إذا الجماهير المتواجدة على المدرجات تصنع واحدة من اللقطات الجميلة في دورينا، ويا لها من لحظات. نعم لا زلنا بالجولة الثانية، لا زال تنتظرنا جولات كثيرة وأيام طويلة وليالي الشتاء الباردة قادمة، لكن المدرجات هي الطعم، هي الطعم لكل المباريات بكل الجولات. الجمهور الجماهير هي فاكهة الملعب. تغيير قادم من المصري مؤمن سليمان. شوف اللقطة، استمتع باللقطة، استمتع بالألوان البرتقالية. الله 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 على القرمة وجماهيرها. أيضا تغييرات قادمة. اسمع اللحن الخاص بأهالي الغربية. هذه التمريرة الخاطئة من روبن راميريز اللي خطفها أموري وعدى ومر وسدد وسجل هدف ثاني لمصلحة القرمة. الله على اللقطة، الله على اللقطة، يعني خلى اللاعب بسرعة يذهب وحيدا ثم سدد وسجل هدف ثاني لمصلحة القرمة. الشرطة بطل الدوري 8 مرات، وقبل الموسم السابق بطل الدوري 4 مرات على التوالي. بخبرته المعهودة، بخبرة السنوات وطريقة التعامل مع هكذا أجواء، هل يعدل النتيجة؟ هل يعود بهذا اللقاء؟ هل يحقق ما يتمناه جماهيره؟ أم سيكون للقرمة عفوا كلام آخر؟ لننتظر. عودة لاستئناف المباراة. التغييرات القادمة: أيوب مودن. من يغادر؟ من سيغادر؟ اللاعب المغربي
أيوب مودن وموسم آخر بالتأكيد. أي نعم، خليني أضيف لك معلومة أيضا، أيوب مودن سبق وأن لعب للشرطة، يعني البدلاء سجاد جاسم اللي شارك مع القرمة سبق وأن لعب للشرطة، وكذلك أيوب مودن اللاعب المغربي. وأيضا تغييرات، سام شاكر يغادر بالنسبة لفريق الشرطة، عباس فاضل هو من يشارك. هنا كرة خطيرة للشرطة داخل منطقة الجزاء، لا زالت قائمة للقيثارة، تصويبة، الله 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 من هذه المسافة البعيدة، لكن القائم الأيسر القائم الأيسر هو من تصدى لهذه الكرة. شوف العرضية طالت هي بالأولى لكن تركت من هذه المسافة، والتسديدة بقوة من ميثم، والقائم كان لها بالمرصاد، القائم الأيسر كان لها بالمرصاد. كرة لا زالت ميثم جبار، هذه المرة الثالثة والبطاقة الصفراء، ثالث مخالفة يرتكبها ميثم جبار بالشوط الثاني، وهذه المرة لا يتردد زيد ثامر بإشهار البطاقة الصفراء. بطاقة صفراء. نشاهد الآن تدخل كان على السنغالي بول باسين. ننتظر ونترقب هذه الأمور اللي لا زالت صعبة على الشرطة المتأخر أمام القرمة بنتيجة هدفين مقابل هدف. شوط اللقاء الثاني دقيقة 68، الأمور مشتعلة، لننتظر الآن. أجواء جميلة تصنع على المدرجات. تغييرات قادمة، إبراهيم سعادة يغادر ويونس غني يشارك رقم 24. يونس غني اللي الموسم السابق كان لاعبا لفريق الكرخ وقدم موسما استثنائيا، واحدة من المباريات سجل هدفين من ركلات حرة مباشرة. هنا سجاد، وهذه التسديدة اللي اصطدت بهذا التوقيت، يختار العودة مرة أخرى للبديل يونس غني. أول اللمسات هنا تعود لمصلحة القرمة، وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب. إضافات بدأت تصل من مؤمن سليمان وسامي الطرابلسي، تغييرات وإضافات من كلا المدربين لصنع الفارق بشوط اللقاء الثاني. ننتظر ما هي الخيارات للتونسي سامي الطرابلسي بعد أن انقلبت الطاولة وانقلبت الأمور. كان متقدما الشرطة بهدف نظيف، سجل فيدلس كوكو، بعدها عاد السنغالي بول باسين وسجل التعديل، ثم أموري فيصل بالشوط الثاني سجل التقدم. بطاقة صفراء على أحمد زيرو لاعب فريق الشرطة. كثرت البطاقات من هذا اللقاء. ننتظر أنا وإياكم 20 دقيقة الأخيرة ماذا تخبئ لنا. هل هو هدف ثالث للقرمة لإنهاء الأمور، أو هو هدف ثاني للشرطة للتعادل، أو تبقى النتيجة 2-1؟ يعني كل شيء وارد. خلينا ننتظر ونشوف. الإجابة بأقدام اللاعبين. كرة على اليسار للقرمة الآن، هذه الصقور الغربية. سجاد جاسم يغير اللعب لمحمد أبو حشيش. محمد أبو حشيش تمويه ممتاز، يختار أن يمرر إلى سجاد جاسم بهذه اللحظات. بعدها تعود الكرة إلى الطرف الأيمن، يونس غني يمرر، تعود من كرار على اليمين. القرمة والسرعة، التحولات الهجومية للشرطة. هل هنالك رغبة حاضرة بالنسبة للقيثارة؟ لننتظر لنشاهد. الكرة تمر. هذا هو عبد الله باسم بالرقم 29 لاعب لفريق القاسم. عالية الكرة، مرت على أموري إلى رمية تماس، رمية جانبية بهذا التوقيت تلعب لمصلحة ميثم جبار. الدقائق تمر، وهنا كريستيان باركو الأرجنتيني استئناف اللعب، إعطاء مبدأ إتاحة الفرصة، تعود إلى فيدلس كوكو. كوكو يحاول من اليمين، لا زالت شرطاوية عالية الكرة من اليسار.
لا زالت لم تغادر، لا زالت لم تغادر بهذه اللحظات، وبذلك الكرة تمرر من الطرف الأيسر. لا زالت لحسين علي العرضيات أو لا اختار التمرير، اختار التمرير بكرة وصلت بالمنتصف. تبادل النقلات الآن، مطالبة للمخالفة، لكن زيد ثامر يطالب باستئناف اللعب، متابعة اللعب. هنا ننتظر أحمد زيرو. الإضافات المتواجدة كما ذكرنا لكم بنفس التوقيت، مباراة أربيل والقوة الجوية بنفس التوقيت، لكن شوطها الأول انتهى. وهنا المحاولة للقرمة وفرصة لإضافة هدف ثالث. هذه خطيرة 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 خطيرة، وجلال يتصدى، جلال حسن يتصدى لكرة سجاد جاسم. كرة مرت من سجاد على الطرف الأيسر الآن للشرطة، لن يهدؤون، سيحاولون البحث عن التعديل أمام هجمات المرتدة للقرمة اللي يبحث من خلالها عن هدف ثالث. بكرة لا زالت هنا على اليسار خطيرة، الله 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 الله، كانت ضعيفة، كانت ضعيفة، وفهد طالب تمكن من الحصول على كرة. حدثنا عن النتائج الجيدة لفريق القرمة الموسم السابق، أكبر نتيجة 4-0 على الكهرباء، ونتيجة 3-0 تكررت 4 مرات. يعني فريق القرمة الموسم السابق فاز على بطل الدوري القوة الجوية 3-0، وفاز على النجف والغراف ونفط ميسان بنفس النتيجة 3-0. تعادل مع الزوراء 0-0 ذهابا وإيابا، تعادل مع الطلبة ذهابا وإيابا 1-1، تعادل كذلك مع ديالى والكرخ وزاخو، ومع الموصل نتيجة 1-1 تكررت تقريبا 6 مرات أو 7 مرات. الموسم السابق النتيجة 1-1 تكررت 7 مرات مع فريق القرمة، و3-0 تكررت 4 مرات. وهنا سلامات للاعب السنغالي بول باسين صاحب 25 سنة، القادم من نادي نهضة بركان المغرب. أيضا اللاعب مروان حمدي اللاعب المصري على دكة البدلاء، قادم من بيراميدز، ولاعب لعب ومثل المنتخب المصري. إذن تغييرات قادم، أي نعم ذكرناه، فوصل مروان حمدي رقم 11 برفقة أحمد صبري. أحمد صبري القادم من القوة الجوية، الموسم السابق كان لاعبا للقوة الجوية، الموسم قبل السابق كان لاعبا مع كتيبة المدرب عادل نعمة مع النفط. إذن مروان حمدي وأحمد صبري. والتغييرات الحاضرة بهذه اللحظات بعد مغادرة بول باسين بعد أن سجل هدف بهذا اللقاء. تمرير الحسين علي من الجهة اليسرى، نقل اللعب لا زالت لمصلحة الشرطة، جماهير الشرطة تنتظر الأخبار السعيدة، وجماهير القيثارة اللي لا زالت تنتظر النبأ السار بعد التعادل بالجولة الأولى، يريدون التعويض اليوم لكنهم متأخرين. أيضا الكرة تصل لمصلحة فريق الشرطة من اليمين، تبادل النقلات. هنا كرة لميثم جبار، انطلاق نحو الأمام لفريق الشرطة. حسين علي زاد بالسرعة من اليسار، لا زالت حاضرة بهذا التوقيت. هنا المحاولات، هنا التمريرات، هنا الشرطة، هنا القيثارة، لا زالت للشرطة. عالية الكرة من الجهة اليمنى الآن، الاستلام والترويض أو لا، بالمباشر مررها أحمد زيرو. الآن أحمد زيرو بكرة عالية داخل منطقة الجزاء، يدخل القائد كرار عامر، وهذا كريستيان باركو. الله على الفكرة، لكن فهد طالب هو الأقرب، فهد طالب هو الأقرب للمرة الثانية، يشكو من بعض الآلام على مستوى الركبة على ما أعتقد الحارس فهد طالب. شاهدنا الموسم السابق الحارس الليث ساجد كان حارسا مميزا رفقة صقور الغربية. عبد المجيد أبو بكر، ابتسامة حاضرة للاعب عبد المجيد أبو بكر، موسم آخر سنة أخرى برفقة القيثارة، هو سبق وأن لعب للميناء 2021، بعدها عاد ووصل إلى فريق الشرطة.
هل تعرض فهد طالب لإصابة؟ لا، هو ينهض للمتابعة. تحدثنا عن ليث ساجد أيضا تعرض لإصابة قبل انطلاق الدوري، نتمنى له السلامة، من الحراس الجيدين، حراس الشباب اللي يعتبرهم مستقبل واعد. أيضا لحظات على استئناف اللعب، 14 أو 13 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء. هذا هو اللاعب مروان حمدي، اللاعب المصري القادم من الفراعنة. كرة سريعة الآن من اليسار وبعد ذلك إلى ضربة ركنية. بالمناسبة مروان حمدي لعب للمنتخب المصري 15 مباراة، سجل هدفين. هذا هو بول باسين اللي غادر، نتمنى له السلامة أيضا. إذن ضربة ركنية، أموري فيصل على التنفيذ. هذا هو أموري، تركيز عالي بهذه اللحظات. هل يكون التعثر الثاني على التوالي للشرطة؟ لنشاهد. أيضا غادر اللاعب صامويل آمادي وشارك أحمد صبري. هنا تغييرات، عبد المجيد أبو بكر يشارك بهذه اللحظات. عالية الكرة، خطيرة خطيرة والرأسية لكن مرت. نعم، غادر عبد الله باسم وشارك عبد المجيد أبو بكر. الأسماء اللي تمت إضافتها، نتكلم عن فريقين من الناحية يعني التسويقية وأيضا الناحية المالية مستقرين نوعا ما. تمت إضافة لاعبين ممتازين، فريق القرمة الموسم آخر بعد الموسم السابق، أسماء جديدة، توليفة جديدة، محترفين جدد. الموسم السابق كان لديهم المحترف يوسف عمارو من اللاعبين الجيدين، لكن غادر الفريق. هنا كرة بالوسط تعود لمصلحة كريستيان باركو. هذا عبد المجيد أبو بكر من النيجر، أول لمسات البديل. كرة للأرجنتيني اللي يغير اللعب من اليسار إلى اليمين، أحمد زيرو. سيد بالسرعة، أحمد زيرو يمرر الآن بهذا التوقيت، السرعة حاضرة، التحضير موجود. عباس فاضل والنقلة اللي لا زالت بوسط الملعب. شاهدنا اليوم مباريات مميزة، الموصل وديالا اللي خطفها الموصل بهدفين مقابل هدف، بعدها كربلاء والزوراء اللي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. الزوراء اللي لعب أغلب فترات اللقاء ب10 لاعبين، وهو اللي بادر بالتسجيل وسجل أولا، لكن بهدف ذاتي بالدقائق الأخيرة سجل كربلاء التعديل. هنا الشرطة والقرمم، وأيضا هنالك في ملعب فرانسو حريري أربيل والقوة الجوية. لا زالت المباراة من دون أهداف. كرة لمصلحة أحمد زيرو، الشرطة والتحضير بصورة ممتازة، لكن الضغط العالي من أجيبولا. هنا المساحات تترك من الطرف الأيسر، تمريرة لا زالت قائمة، البحث عن العرضيات أو ماذا؟ عن ماذا سيبحث القيثارة؟ عن ماذا سيبحث القيثارة؟ تدخل من هلو فائق وبروح معنوية عالية يشتت الخطر إلى رمية تماس، رمية جانبية قريبين، ودخلنا بالدقيقة 80، 10 دقائق لنهاية الوقت الأصلي. هنا كرة، جماهير الشرطة نوعا ما متخوفين من تعثر ثاني على التوالي ببداية الدوري. الجمهور اللي تعود يعني يكون بطلا أو وصيفا بالمواسم الأخيرة، يعني نتكلم عن آخر 5 مواسم، الشرطة بطل الدوري 4 مرات على التوالي، هو أول نادي بالتاريخ الدوري يحقق 4 ألقاب على التوالي. إذن القرمم اللي تأهل لأول مرة إلى دوري النجوم قبل موسمين، موسم 2024 2025. هنا الكرة لا زالت، نتكلم يعني عن أول وصول للقرمم، أول موسم أنهى بالمركز الثامن برصيد 56 نقطة، والموسم السابق أنهى بالمركز الخامس برصيد 65 نقطة. كرة تعود الآن عبد المجيد أبو بكر بتمريرة تصل بهذه اللحظات كريستيان باركو إلى عباس فاضل، يبحث من خلالها عن عرضية خطيرة، وهنا أحمد زيرو يبحث عن الكرة خطيرة للشرطة، والكرة اصطدت وعادت على اليسار، عادت على اليسار. الله الله على الروح، الله على الروح الحاضرة بالنسبة للطرفين.
فريق يبحث عن التعديل، فريق يشتت الخطر ويحاول أن يبقى متقدما، وإن أتاحت الفرصة للتسجيل هدف ثالث يعني مثل ما نقول احنا زايد خير، هذا ما يريد القرمة. إذا استغل أحد المرتدات وسجل هدف ثالث، لكن الشرطة واتسع إلى 8 دقائق المتبقية للوقت الأصلي لهذا اللقاء. هذه اللقطة التحام مع اللاعب أحمد صبر، اللاعبين الجيدين أيضا، بطل الدوري الموسم السابق مع القوة الجوية. هنا محاولة للشرطة للقيثارة، عبد المجيد أو كوكو، والتسديدة من عبد اللاعب عفوا فيدلس كوكو. قرار عامر قائد الفريق، حديث من مؤمن سليمان ومساعدة، وبذلك فهد طالب ينفذ ركلة المرمى. كرة تتحول إلى خارج الملعب، دقائق صعبة ستكون بالأخص على الشرطة. هي صعبة على القرمة أي نعم، الفارق فارق هدف واحد، ليس بالفارق الكبير، لا هدفين ولا ثلاث. كما أكدت بأن المسؤولية ستكون أصعب على الشرطة، لأنه هو الفريق اللي سيبادر للتعادل، هو الفريق المتأخر بالنتيجة. الكرة تعود الآن لمصلحة القرمة، يختار العودة أمور فيصل ويحافظ على كرته ويمرر بصورة ممتازة، وتعود من سجاد جاسم إلى أمور. شوف النقلات، شوف تبادل التمريرات، القرمة والسرعة الآن. البحث عن مروان حمدي من الأراضي المصرية من بيراميدز إلى الأراضي العراقية. هنا كرة خاطئة مرة أخرى، وهنا مروان يحاول استعادتها، بل استعادها إلى أموري يدور مع الكرة، بعدها الدخول بالأجواء بغرفة الملابس. جولات الأولى يعني تحتاج الانسجام، التركيز، يعني الشعور بالمسؤولية بصورة أكبر. تحدث عن جميع الفرق ليس عن هذه المباراة فقط. هنا كرة إلى رمية تماس لمصلحة فريق الشرطة. إذا بقت هذه النتيجة حتى النهاية سيكون هذا أول انتصار تاريخي للقرمة على الشرطة. هذه 5 مواجهة تاريخية بين الفريقين، مباراتين انتهت بانتصار الشرطة 4-0 و1-0، ومباراتين انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف وهدفين مقابل هدفين. الآن ننتظر الشرطة والتحضير. كرة لحسين علي داخل منطقة الجزاء، العرضية لم تكن موفقة، بعدها الاستعادة عن طريق أحمد صبري، والكرة العالية تعود من عبد المجيد، وبذلك الكرة تصل لجلال حسن. جلال حسن، كرة من اليسار، مستمرة هذه الكرات العالية، والدقائق 5 الأخيرة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. هذا فيدلس كوكو سجل الهدف الوحيد الشرطة اليوم. استئناف اللعب، كرة لمصلحة الشرطة، رأسية بوسط الملعب، مطالبة بلمسة يد، لكن زي ثامر قريب من الحالة يؤكدها على اللاعب أثير للكرة الماضية. هذا هو نعم لاعب فريق الشرطة أثير صالح. ننتظر الدقائق المتبقية، ما هي المفاجآت اللي تنتظرنا بالدقائق الأخيرة. دائما مفاجآت تصل بالدقائق الأخيرة. هنا كرة تصل بهذه الأثناء، يونس غني، يونس يحاول يمرر لمروان، لم يجد الطريق، بل الكرة قطعت بهذه اللحظات. لمسة لا زالت بوسط الملعب، هذه المتابعة لعبد المجيد أبو بكر، كرة تتحول على الطرف الأيسر لعبد المجيد. القيثارة لا زالوا يعانون، والفترة والبداية صعبة على الشرطة هذا الموسم. كرة على اليمين لا زالت قائمة، أحمد زيرو يمرر، والكرة لا زالت في الوسط، الأخطاء ممنوعة. هنا أي خطأ ممكن يكلفك مرتدة، هذا ما يريد سامي الطرابلسي، الاندفاع نحو الأمام. عبد المجيد، بعد أن كانت الكرة لدييغو هرنانديز، تعود الآن خطيرة للشرطة، هذه داخل المنطقة، لا زالت لمصلحة كوكو. فيدلس عرضية، تصويبة، وفهد طالب. الله الله، التمركز ممتاز،
والتصدي ممتاز، والفرصة ضاعت على الشرطة، وانطلاقة قرماوية، انطلاقة برتقالية. الأقرب جلال حسن، الأقرب جلال حسن بهذه اللحظات. كرة لكريستيان باركو الأرجنتيني، يحاول أن يرسل كرة عالية لأن يجد الطريق. هنا كرار يتدخل، وأيوب مودن متواجد باللقطة الماضية. هنا الكرة السريعة، كرة تتحول بهذه اللحظات لمصلحة الشرطة. تمريرة بالوسط لعبد المجيد. أذكر بأن الجولة القادمة ستكون صعبة أيضا على الفريقين. القرمة يواجه الكهرباء خارج ملعب، الشرطة يواجه الجولان بهذا الملعب أيضا خارج ملعبه. هنا الكرة للشرطة، ميثم جبار. ميثم يحاول بتمريرة تصل على الطرف الأيمن. أحمد زيرو يتحصل على رمية جانبي. أحمد زيرو بكرة لعبت لعبد المجيد. عبد المجيد لعباس فاضل من الطرف الأيمن، وإلى ضربة ركنية. ضربة ركنية بهذه اللحظات، والأمور تزداد صعوبة على الشرطة وجماهير القرمة وعاشقين صقور الغربية. ينتظرون نهاية المباراة للاحتفال بالانتصار الأول التاريخي على الشرطة، إلا إذا الشرطة تكلم. والرأسية مرت إلى خارج الملعب، رأسية مرت إلى خارج الملعب. طالت الكرة، شوفها بالإعادة. مطالبة بالضربة الركنية على ما يبدو لمصلحة فريق الشرطة. كرة من الطرف الأيسر لمصلحة فريق الشرطة. 90 دقيقة انتهت وانقضت 5 دقائق كوقت بدل ضائع. تمت إضافته من الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي زيد تامر. القرمة هدفين، الشرطة هدف واحد. هنا الكرة العالية وأيوب مودن وتشتيت الخطر إلى خارج الملعب. الكرة تمر بهذه اللحظات، ضربة ركنية على ما يبدو لمصلحة فريق الشرطة. الكرات الثابتة، وهنا هذه اللقطة ضربة ركنية للشرطة.
الكرات العالية الرأسية لكن مرت، تصل مرة أخرى عباس والتسديد وفهد طالب. فهد طالب يتصدى لهذه الكرة. الثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، والقرمة على موعد للتاريخ إذا انتصر بهذا اللقاء. إذا انتصر القرمة هو أول انتصار تاريخي لصقور الغربية على الشرطة. كرة تعود بوسط الملعب الآن للبرتقالي، حاول أن يجد المساحات يونس غني اللي قدم الموسم السابق موسم مميز مع الكناري الكرخ، والآن ينتقل لفريق القرمة. كرة تعود، تبادل التمريرات لكسب البعض من الوقت. كرار عامر يبحث عن تمريرة بوسط الملعب، هذا يونس غني، الفكرة ممتازة لكن الكرة تعود بالوسط. عبد المجيد الشرطة، هل رفع الراية البيضاء أو لا زال هنالك أمل؟ لنشاهد. 3 دقائق متبقية تقريبا 180 ثانية. هنا كرة لأحمد زيرو من الطرف الأيمن. أوه تدخل ومخالفة لأحمد زيرو، مخالفة للشرطة. أحمد زيرو الآن تنفذ الكرة بصورة سريعة لتصل إلى الأرجنتيني كريستيان باركو. تحضير اللاعب على الطرف الأيمن عباس فاضل، والتحضير خسرها الأرجنتيني كريستيان باركو لتصل مرة أخرى لأموري فيصل. القوة الجسمانية، يتدخل أحمد زيرو، والمخالفة حاضرة بهذا التوقيت. مخالفة لمصلحة القرمة. اسمع 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 المدرجات يحتفلون من الآن. هو دخول التاريخ، تنتصر على فريق حقق 8 ألقاب دوري و4 منها على التوالي بآخر 5 مواسم، وهو أول انتصار تاريخي يستحق الفرح. لكن لم تنتهي المباراة بعد. الكرة لدييغو هرنانديز الكولومبي إلى عبد المجيد أبو بكر. الهجمات الأخيرة، الثواني الأخيرة، الشرطة الآن، التحضير الآن للقيثارة خطيرة من كوكو النيجيري، يحاول الآن تحضير، لا زال تصويبة، اصطدت وعادت مرة أخرى لفريق القرمة. الآن البحث عن المرتدات، البحث عن المساحات. أحمد صبري يمرر والمرور ممتاز. تبادل التمريرات وأجيبولا طلب الكرة لكن لا زالت. الآن يلعب بالنار يونس غني، يلعب بالنار. تعود للشرطة مرة أخرى، تحضير لا زال للقيثارة لكن الكرة لم يتعامل معها بالصورة المثالية اللاعب فيدلس كوكو، لتصل مرة أخرى لدييغو هرنانديز. دييغو إلى عبد المجيد الكولومبي، يختار العودة للخطوط الدفاعية. ميثم جبار، الدقيقة الأخيرة، 60 ثانية أخيرة متبقية يا من تشاهد معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. القرمة هدفين، الشرطة هدف، والكرة تحولت إلى خارج الملعب. وسط حديث مع الدولي زيد ثامر. رمية جانبية تنفذ. القرمة يعوض التعثر الأول بالجولة الأولى بعد التعادل أمام الموصل بهدف لمثله. هنا سجاد جاسم لاعب السابق للشرطة. شوف اللقطة، شوف رياكشنات المدربين، مؤمن سليمان والسامي طرابلسي، ممكن هدف ثالث. هنا انطلاقة من القرمة، سجاد لكن يخسرها وتعود الكرة لمصلحة فريق الشرطة مرة أخرى. مؤمن سليمان من كتب تاريخا مميزا مع القيثارة، اليوم يطيح بهم بأول خسارة بهذا الموسم. كرة عالية على اليمين، لا زالت للشرطة. القيثارة هل تصلح الأوتار بآخر ثواني؟ فيدلس كوكو بالواحد على واحد، تمريرة سريعة لكن من دون تركيز. الأمور تقريبا انتهت، عادت للقرمة. مؤمن يطالب بالصافرة للتاريخ. القرمة يحقق أول انتصار تاريخي بتاريخ المواجهات المباشرة أمام الشرطة بعد 4 مواجهات سابقة لم ينتصر فريق القرمة. مباراتين انتهت بالتعادل، مباراتين بالخسارة اليوم، وأخيرا أول 3 نقاط للقرمة هذا الموسم الجديد ومن بوابة القيثارة الخضراء. مباراة جميلة كانت، شاهدنا فيها أهداف جميلة، لكن تعثر ثاني على التوالي للقيثارة الخضراء. نتمنى لهم التعويض بقادم الجولات. مبارك للصقور الغربية هذا الانتصار المستحق. نلتقيكم بقادم المباريات، تقبلوا تحياتي. كان معكم حسين سمير، وإلى اللقاء. العودة بالصوت والصورة للزميلة العزيزة فاطمة قاسم، لك الكلمة، تفضل.
شكرا للزميل حسين سمير. إذن القرمة يخرج بالنقاط الثلاث من هذه المواجهة أمام الشرطة وينتصر عليه بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق. أهلا بكم من جديد. إذن نتحدث حول أحداث الشوط الثاني وفوز القرمة في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف. طبعا فوز مهم جدا لمؤمن سليمان، في هذا الفوز أنقذه من الكثير من الكلام ربما والحسابات، لكن يعني اليوم حتى بعد هدف أموري لم نشاهد ردة فعل كبيرة وخطيرة لنادي الشرطة. يعني أكيد 3 نقاط كانت جيدة بالنسبة للقرمة. يمكن الفريق السابق يعني كانت لو ما كانت هناك نتيجة إيجابية كان انتقادات يعني بعد هذه الاستقطابات واللاعبين الجيدين. يعني بعد دقيقة 51 الهدف اللي سجل أموري أيضا نتكلم يعني أيضا الخطأ بالدفاع بالتمرير. يعني احنا نشوف فاطمة من قبل يعني نتكلم دائما اللاعب اللي عنده كرة لا نلعب كرة للعمق. نعم. هاي كرة خطرة لأن من تنقطع خاصة إذا كان أبو الكرة هو قلب دفاع. يعني رامريز كرة لعب كرة تمرير بالعمق خاطئة، قطع من اللاعب أموري هدف. مشكلة قريبة على الهدف. يعني بعد هذا الهدف ما شاهدنا أي يعني وضع جيد بالنسبة للفريقين. يعني كأنما المباراة انتهت 2-1. تدخلات المدربين يعني أتكلم على الشرطة اللي ألمني يعني اليوم يعني الدقيقة الأخيرة 54 يعني الدقائق الأخيرة للشوط الثاني. يعني كوكو على برا 18 على جهة اليمين لاعب ثاني زين. منو موجود بالبوكس؟ منو موجود بالمنطقة 18 يسجل؟ منو؟ تدخلات المدرب انت عندك موجود يعني عبد المجيد ابو بكر وعباس فاضل واثير صالح. يعني انت اليوم من عندك هاي اللي اسمه تقدر تستخدم عبد الخالق محمد اياد عبد ايضا لاعبين جيدين. لكن انت منطقه ال 18 من يكون موجود بها؟ المهاجم الصريح من يكون موجود؟ بعض الاحيان نقول مهاجم صريح هو مهمته انه داخل البوكس يسجل اهداف واحد. المهاجم الوهمي اللي دائما ينزل يسوي عمل لعب يكون محطه للاعبين وبعدها يذهب الى منطقه 18. ما شاهدناه يعني بعد الهدف ما شاهدنا انه المباراه قد تكون بعد افضل. اكون هناك رده فعل قويه من الشرطه لتسجيل هدف التعادل. ما شاهدنا لأن اعتقد اللاعبين نوعيه اللاعبين عكس السنوات الماضيه في الشرطه. خروج بعض اللاعبين المراكز المهمه في نادي الشرطه اكيد اثر على وضع الفريق. اليوم القرمة بهذا الفوز اكيد يعني وضع جيد وضع مثالي. اموري اليوم شوط اول كان مردوده غير جيد. الشوط الثاني بعض الاحيان من يدخل الى منطقه الوسط يكون افضل، وهذا ما حصل في الهدف الثاني. خطا دخل قريب على منطقه تسجيل قريب على 18 وهدف الفوز
لكن استغرق وقت حتى يدرك هذا الأمر، يعني في الشوط الثاني حتى ظهر بشكل يعني ركز ذهنيا أكثر في الشوط الثاني. شوفي فاطمة، أكو لاعبين وحتى كابتن علي خلي مثل الداخلي يعني اكو لاعبين بكانه الخط، يعني بكانه مثل على المناطق اللي تكون على الجانب يعمل لك امور جيده. نعم. واكو بعض اللاعبين تخليه في منطقه الوسط ايضا يعمل لك اكو امور جيده مثل ما اليوم عاز من المدرب. نعم. بالضبط، يعني اليوم اموري شوط ثاني. واكو بعض اللاعبين مزيج، اللاعبين على الخط يكون ممتاز ومن يدخل للداخل يكون افضل. هاي الميزه نادرا ما نشاهدها في بعض اللاعبين في دورينا. صحيح. اللي يكون الموهوب بمستويات جيده، برؤيه كبيره للملعب، وين يروح، وين يودي الكره، كيف يستغل المساحات. هذا ما حصل يمكن اليوم. حتى بسام اليوم بالشرطه يعني بعد يمكن وفاه والدته ما كان ايضا لاعب مؤثر، اكيد ابتعاد عن التدريب طبعا. مع ذلك انه الدوري نقول بعده في بدايته مباراه ثانيه، واعتقد القادم راح يكون افضل للفرق. تعرفين اليوم فرق تريد تجمع عدد نقاط اكيد تفوز، خاصه فاطمه المباراه تلعب ملعبك امام جمهورك، يعني هنا يجب ان تكون هناك نقاط المباراه تكون لك. طبعا، لكن فنيا الشوط الاول كان افضل من الشوط الثاني. يعني لا ادري ماذا جرى بصراحه، يعني ممكن حسدناهم لما قلنا انه لا اكو جوانب فنيه واكو فرص كثيره. بداية مبروك لفريق القرمة، 3 نقاط مهمة جدا كان المفترض انه يحصلها، شاء ام ابى، لان على ملعبه وعنده امكانيات، وضعه، مدربهم، كل هذه الامور يعني كانت يعني حدثت الامور بشكل جيد. انه الشوط الاول نعم مثل ما تكلمتي كان افضل تكتيكيا، افضل خطوره افضل، لكن الرغبه بتسجيل الاهداف، الرغبه بالوصول كانت للقرمه افضل من نادي الشرطه، كونه يمتلك مجموعه بدلاء. احنا تكلمنا عن دكه بدلاء عامره باللاعبين، متى يزجون، متى يوظفون بالشكل الجيد. مثل ما تكلمنا ان اموري اذا ما انضم للداخل يشكل خطوره اكثر، يكون هناك زياده عدديه، يكون اقرب للمرمى، والدليل واضح بالخطا الفادح اللي ارتكبه دفاعات نادي الشرطه، اللي هو بالاصل نادي الشرطه يعاني خلال المواسم الماضيه من قلوب الدفاع. اليوم جايب لاعبين محترفين ايضا باخطاء دفاعيه كارثيه، استغل اموري بشكل جيد، استطاع ان يسجل الهدف. بعد هذا الهدف انتهت المهمه. يمكن اكو هناك اكثر من 3 فرص لنادي القرمه لكن لم تسجل بسبب او باخر، لكن بالمجمل القرمه هو الافضل، هو الاكثر استحواذا، هو الاكثر قيمه فنيه في الشوط الاول. وما حدث في الشوط الثاني هنالك رغبه بلاعبي للتسجيل، هنالك دكه بدلاء مميزه كانت يعني جيده بتحريك وتفعيل شكل الفريق. شكل الفريق واضح لفريق نادي القرمه، الشرطه غير واضح حتى هذه اللحظه. الشرطه اذا ما بقي على هذا المستوى، على هذا الوضع، بالتاكيد راح يعاني. سامي طرابلس راح يعاني حتى لو انتظر ميمي وبقيه اللاعبين. شاهدنا ابو بكر، شاهدنا الخلافات يمكن على كرتين، شاهدنا الاخطاء الفرديه الفادحه اللي جاءت منها 3 أهداف في هذه المباراه، سواء كان للشرطه او للقرمه هدفين. لذلك انا اشوف انه بدايه طريق، بدايه مباراه جمع النقاط حاله مهمه جدا لكل الفرق، فقدانها حاله سلبيه. هذا واكب الشرطه خلال السنوات الماضيه، لكن مو كل مره تسلم الجره. في كل موسم انت تتدارك وضعك وترجع تحقق لقب دوري، تكون منافس، لكن هذا الموسم ممكن يكون مختلف. نعم. شكرا جزيلا لك كابتن علي وهيب على كل هذه المعلومات وعلى وجودك معنا. شكرا جزيلا لك كابتن سعد عبد الحميد، وبالتأكيد الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ننوه إلى الاستوديو الآخر عبر قناة العراقية الرياضية بتقديم الزميل محمد حسين، الذي بالتأكيد يتحدث عن مباراة أربيل والقوى الجوية ضمن مباريات هذه الجولة مع الكباتن الأعزاء الكابتن حمزة داود والكابتن صفوان عبد الغني. أما أنا أودعكم على أمل اللقاء معكم قريبا. إلى اللقاء.